ابني يا مندو، ابني يا مندو، ولد. ايوه صباح الخير يا عبد الواحد يا بابا. صباح الخير، وهيجيب لي الخير يا اخويا بالزيطه اللي انت عاملها لي دي. هو الواحد ما يعرفش ياخد راحته في بيته؟ فعلا انا لازم اعيش في كوكب تاني يا اخويا. يعني انت كنت فرحت في الكوكب الاولاني لما هتفرح في كوكب تاني؟ في ايه يا عبد الواحد يا بابا؟ انت مشبر ليه على الصبح كده بس؟ يعني هو بمزاجي؟ شكلك كده مكمر لي مصيبه. انا هدخلك دغري يا ابني من غير لف ولا دوران. يا ريت عشان الحق انزل لاني مستعجل بجد. شوف يا مندو يا ابني. بابا عبد الواحد يا بابا من غير مقدمات. حاضر بالاخر كده يا ابني يا مندو. انا عندي ليك خبر مش كويس. الجديد يا بابا، انا اخر خبر كويس سمعته كنت في اولى اعدادي. اتفضل قول. كلام في سرك يا مندو. قرب ودنك. الانبوبه خلصت. وتوطي صوتك ليه؟ هم بيقبضوا على الناس اللي بتخلص انبوبتها؟ لا بس انا قلت يعني اخفف الصدمه عليك شويه. ايه المشكله يعني لما تخلص؟ هي دي كانت اخر انبوبه في البلد. لا بس اعمل حسابك ان النهارده مفيش ميه سخنه تستحمى بيها. مش مشكله. انا استحميت الاسبوع اللي فات. ممكن استحمى في الكتل. ومفيش فطار. مش عايز افطر، اعمل لي بس كوبايه شاي. وشيل الغدا والعشاء من دماغك نهائي. خلاص يا بابا، تحب اقطع لك شرايين؟ لا انا حابب بس. طب بس اديني براح كده عشان عايز اعدي، عشان بجد انا مستعجل وعايز الحق البس هدومي. وانا حايشك يعني ما تعدي. كل المساحه دي مش هتقضيك. عدي يا اخوي عدي. الو. يا كني يا صاحبي. صباح الفل يا برنس الليالي. خلصت العربيه يا كني؟ وانا من ساعه ما فتحت الورشه وانا بضرب اخماس في اسداس. يا ترى بقى مندو كان عايزني اعمل ايه في العربيه؟ الله يحرقك ويحرق العربيه في يوم واحد. انا مش قلت لك امبارح عايز اغير الزيت؟ تصدق بالله انا كان قلبي حاسس بايه بس؟ تصدق بالله انت انسان قذر. ليه كده يا صاحبي؟ ده انا حبيبك. حبيبي ايه وزفت ايه؟ ما انت عارف النهارده اول الشهر، اليوم الوحيد اللي بتهبب اروح فيه الشغل. طب وانا هعرف منين اول الشهر؟ عشان امبارح كان اخر الشهر، ما انا قلت لك امبارح. ولا تعكر مزاجك، ربع ساعه وتكون العربيه جاهزه. يا عبد الواحد يا بابا، يا عبد الواحد يا بابا. وبعدين عايز ايه؟ انا مش لاقي ولا شراب. فين الشرابات بتاعتي؟ منوعين عندك في البانيو. معقوله يا بابا تغسل الشرابات كلها؟ هعمل لك ايه؟ ريحتهم جابت لي ضيق تنفس. ده البني بس. البني؟ ايوه البني والرمادي والاسود الا الاسود، الا ريحه الاسود بعيد عنك. طب خد. هتموتني يا ابني، هتموتني. بتقرب الشراب من مناخيري. الله يرحمك يا ابتهال يا ماما، انا اتبهدلت من بعدك. طب فين الشاي؟ للاسف يا مندو انا عندي ليك خبر مش كويس. ايه؟ الكاتل فرقع؟ لا النور قطع. وسع يا بابا، وسع يا بابا، خليني اغور في داهيه. يا سلام، عايز تغور في داهيه وتسيبني كده؟ عايز ايه؟ عايز ايه يا ابني؟ انا عندي السكر، لو ما فطرتش وخدت الدواء هموت يا مندو، هموت يا مندو. طب خلاص، طب ما تفطر. هموت يا مندو. طب ما افطر. هو حد ماسكك؟ لا يا ابني مش محدش ماسكني ولا حاجه، بس انا ليا نظام معين في الفطار. لو سمحت هات لي انبوبه قبل ما تمشي يا مندو. مش عارف ايه الانبوبه اللي انت شطان فيها دي من الصبح. ماليش دعوه، انا عايز انبوبه يا مندو. يا عم انا اتاخرت على الشغل. خلاص تاتوا لقيناها. عدى على عطيات، هي عندها انبوبه زياده. طب افرض بقى بنتها غزاله اتحرشت بيا؟ وماله يا ابني؟ وماله؟ ما تسيبها تتحرش بيك، دي بنت غلبانه ويتيمه. ماشي يا بابا، عشان خاطرك انت بس انا هرمي نفسي في التهلكه. سلام. مندو. ايوه يا عبد الواحد يا بابا. لا اله الا الله. اصبر يا زفت يا اللي بتخبط. زفت لما يسفلتوكي بيه. مندو؟ لا الزفت اللي بيخبط. الهي يتقطع لساني ويفرمني توك توك. ده انت محتاجه 40 توك توك عشان تتفرمي. امك فين؟ امي راحت القرافه. ايه؟ ربنا يرحمها. طب ودفنتوها سكتي كده ليه؟ بعد الشر، ده انا ماليش غيرها. دي راحت تزور ابويا وراجع على طول. ما تدخل يا مندو، مالك متسمر كده ليه؟ هو انت غريب؟ ايوه انا غريب يا اخويا ادخل، انت هتوجع قلبي. القميص يا غزال. اجيب لك غيره يا عيون غزال؟ انا مش عايز قميص، انا عايز انبوبه. الانبوبه وصاحبه الانبوبه تحت امرك. هتوصل امتى يا قمر؟ اوصل ايه يا كلبه انت؟ الانبوبه عايزها امتى يا روح الروح؟
الهي تطلع روحك يا شيخه، دلوقتي حالا ابويا عايز يفطر. طب تعالى سيبي ايدي يا غزال. تعالى بس ما تبقاش عنيد. هضربك بالبوكس في وشك. ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. هو انت سحباني على فين؟ هنجيب الانبوبه يا قلبي. انت شايل الانبوبه في اوضه النوم. ندور عليها سوا. لا دوري عليها انت، دوري عليها انت وطلعيها لابويا. سلام يا مندو يا مندو. يا كني يا كني، انت يالا انا تحت العربيه يا مندو. بتعمل ايه تحت العربيه؟ مش عارف. يا نهار اسود، غيرت الزيت؟ انا غير اي حاجه، الزيت الفلتر كله تمام يا برنس. متاكد يا كني؟ دي حياتي. عيب عليك، ده انا كني مقصات. طب انزاح من تحت العربيه، خليني امشي بدل ما اطلع فوقيك افرمك. طب بقول لك ايه، انا كنت عايزك في حوار كده. انجز يا كني، انا اتاخرت والله. ما تيجي نقلب العربيه دي تاكسي ونسترزق منها. يا رب صبرني، ما العربيه يا ابني اللي متلقحه قدامك اهي دي تاكسي، وانا شغال عليها بقالي سنتين. اخص عليك يا صاحبي، شغال عليها بقالك سنتين وما تقوليش ده انا اخوك يا جدع. انت عبيط يالا، انت اخويا العبيط على فكره. انا مش فاهم انت عبيط ولا شكلك كده. التاكسي ده يا كني انا وانت شركاء فيه. انت متاكد من الكلام ده؟ اوعى من وشك يا كني. ما هو حاجه من الاتنين، يا اما انا مسطول يا الجدع ده حويط، وغالبا انا حويط. تاكسي رايح فين حضرتك؟ الزمالك يا اسطى. بس انا رايح الجيزه. والله دي مشكلتك، اتفضل اطلع على الزمالك. هو اليوم ده مش ناوي يخلص على خير، انا عارف. هنتنيل. هنروح فين في الزمالك ان شاء الله؟ هقول لك في السكه. القرف. الفطار يا عم عبد واحد. هو ده فطار يا بنتي؟ دي وليمة عشان ترم عضبك ونشوفك كده قريب في بيت العدل. مش لما نخلص منك الأول يا حبيبتي؟ هتخلصوا مني ازاي وابنك مصدر لي وش الغباوة؟ انت عايزة الحق ولا ابن عمه؟ الحق طبعا. منظرك يا غزال ماله؟ يقفل أي بني آدم في الدنيا. ليه؟ هو أنا وحشة للدرجات دي؟ بالعكس، ده انت حلوة وزي القمر كمان، بس محتاجة مجهود كبير قوي عشان جمالك يتشاف. انت يا حبيبتي عاملة زي حتة النحاس المصدية، محتاجة صنفرة. إذا كان على الصنفرة أمرها سهل. ما تزعليش مني يا غزال، ما ينفعش واحدة في سنك تمشي حافية ولابسة جلابية معفنة وطول النهار طالعة نازلة في العمارة تجعري بصوتك كمان وحش قوي قوي. أعمل إيه؟ سكان عايزين ضرب البلغة. وشعرك ده إيه ظروفه؟ سايباه منكوش كده ليه يا غزال؟ عندك حق، أنا فعلا بقالي كتير ما روحتش للحلاق. انت مش محتاجة حلاق يا حبيبتي، انت محتاجة استورجي. يعني لو ظبطت شعري ابنك هيلين؟ مش بالبساطة دي يا غزال. بقولك ايه، هي المية مقطوعة عندكم؟ لا ما انت عارف احنا مركبين موتور. ولما انتم مركبين موتور ما بتستحميش ليه؟ ريحتك قلبت معدتي، الله يحرقك. هو انا عندي وقت للكلام الفارغ ده؟ امشي غور يا بنت، انت من قدامي امشي. طب حق الانبوبة. اطلعي بره. طب 10 جنيه حق التركيب. قلت بره. ايوه يا بابا. انت فين يا مندو؟ رايح الشغل اقبض. ايه؟ رايح الشغل اقبض. انا بموت يا مندو. طب ما نأجل الكلام في الموضوع ده لما ارجع بالليل. بالليل ايه يا جبلة؟ بقول لك بموت. طب عايزني اعمل ايه دلوقتي؟ لف وارجع تاني. يا بابا، يا عبد الواحد، يا بابا. انا هنا في اوضه النوم يا مندو. خير يا بابا، في ايه؟ انا خلاص يا مندو. خلاص ايه؟ يعني هيكون خلاص ايه؟ انا خلاص انا هسيبك يا مندو. اوعى تقول لي انك هتسافر راس البر مع عم فرغالي زي السنه اللي فاتت. انسى يا عبد الواحد، السفريه دي جابت لك السكر، والمره دي ترجع لي بالضغط ولا القرحه وتقعد في الشمس وظهرك يرجع مقشر. لا يا عم، فكك من عم فرغالي ده وسفرياته، ابوس ايدك. هو البعيد غبي ولا ايه يا بني ادم؟ بقول لك خلاص انا هموت يا مندو. بعد الشر عليك يا بابا. او شر يا ابني ولابد منه. طب استهدى بالله بس. ممكن تقول لي انت ليه متاكد انك هتفلسع؟ جالك هاتف في المنام شفت ابيض فابيض، ولا انت جبتها من الكنترول؟ فهمني. لا ابدا يا ابني،
بس قلب المؤمن دليله. طب قوم يا مؤمن، قوم بلاش دلع، تلاقيك خدت دواء السكر من غير ما تفطر. لا أنا فطرت. غزال كتر ألف خيرها. بس انا كنت شامم ريحة حاجة غلط. هي غزال اللي عملت لك الفطار؟ أيوة، بعد ما ركبت الأنبوبة أصرت تعمل لي الفطار. ومش عايز يجيلك هبوط؟ إلهي يجيلك شلل رباعي يا غزال يا بنت عطيات. خلاص يا مندو، خلاص يا ابني، الفاس وقعت في الراس. الكلام ده مفيش منه فايدة. فاس ايه وراس ايه؟ انا هنزل حالا اروح ادور لك على اي دكتور. استنى بس يا مندو. يا مندو ابني، يا مندو ابني، يا مندو. يا كني عمر يا استاذ، خير في حاجه؟ استاذ ايه يالا؟ انا مندو يا صاحبك. لا مؤاخذه، اصل انا كنت مقايل شويه. طب خد مفتاح التاكسي وروح هات دكتور لابويا من تحت الارض بسرعه دلوقتي حالا. عايزه نوع ايه؟ نوعه ايه؟ هاتوا كنيش بس يكون ذكر. يا مندو ركز معايا، انا مش ناقص توهان، انا بسالك عن التخصص. عم عبد واحد حصل له ايه؟ رجليه اتزحلقت في طرف البانيو، رقبته اتكسرت، ولا جاله سكته قلبيه، ولا ده زمانه مات خلاص. تجدهية في الفاظك. هات دكتور بطنه، روح هات دكتور بطنه. غالي والطلب رخيص. طب اتحرك، انت واقف ليه؟ خد يا بابا اشرب العصير ده لحد ما الدكتور يجي. دكتور ايه بس يا ابني؟ بقول لك خلاص. هو ايه ده؟ هو ايه اللي خلاص؟ انزل اتفق لك مع التربي يعني؟ انت غريب قوي يا ابو واحد يا بابا. طب انزل تحت السرير يا مندو. ليه مخبي الدكتور تحت السرير؟ هنلعب استغمايه في ايه؟ انزل يا ابني، ما توجعش قلبي مال. حاضر. اهو اديني نزلت يا بابا. مندو، انت شايف ايه عندك يا ابني يا مندو؟ جزمه ريحتها وحشه قوي. دي اكيد جزمتك. انا بطلت البس جزم من ايام حرب الاستنزاف. وعشان كده رجلك كبرت. وفي مصيادة فران وكرة شراب. عارفهم، سيبهم. بعقلك يا بابا، انت كنت بتلعب كرة شراب؟ ده انا كنت هداف الغورية والمغربلين يا مندو. اسمي منقوش على النحاس في خان الخليلة. ولا وسع لابوك ولا. ارجوك انجز في ذكرياتك وبطولاتك، انا بتخنق تحت. طيب مندو، في عندك صندوق خشب كبير. ايوه شايفه اهو. اتأكدت يا مندو انه كبير؟ والمصحف كبير. طب اسحبه يا مندو. صباح الخير يا أمورة. اهلا وسهلا. ما لاقيش عندك دكتور؟ هو حضرتك عندك ايه؟ انا عندي ورشة ميكانيك. جرى ايه يا استاذ؟ هو انت جاي تهزر؟ لا مؤاخذة يا ست الحكيمة، اصلها ساعات بتهرب مني. بالمناسبة شوفوا يا ست البنات، انا محتاج دكتور قوي، اصل المريض كبر في السن وشكله بيسلم نمر. لا مؤاخذة. طيب اوكي اقعد هنا. انت تأمريني. ايه ده يا استاذ؟ هو انت جاي تقعد جنبي؟ ما تتلقح هناك. لا مؤاخذة. حلوة بس خلقها ضيق. يا ساتر، العنكبوت محاصر الصندوق من كل حتة. افتحه بسرعة يا مندو، افتحه. افتح العنكبوت؟ لا عنكبوت ايه، افتح الصندوق. افتحه ازاي؟ ده مقفول بقفل. صحيح. طب بقول لك ايه يا مندو، افتح ضرفة الدولاب اللي في النص. حاضر. اديني فتحت الدولاب. هتلاقي عندك صندوق صغير. هو احنا هنقضيها صناديق ولا ايه؟ اتأكدت انه صغير؟ حاضر اهو. صغير الصندوق يا مندو؟ صغير يا بابا. طيب ناولني الصندوق يا مندو، مفيش وقت يا ابني. اتفضل. فين بقى المفتاح؟ في مفتاح القفل عملوه، راحت فين المفتاح؟ ايه المفاتيح دي كلها يا بابا؟ مفاتيح ورشة النحاس اللي حضرتك جبت ظروفها. اهو، يلا خد، افتح بسرعة. هات. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه شغل النحاس ده يا بابا؟ ده شغل جدك الله يرحمه، وزي ما انا حافظت عليه انت كمان تحطه في عينيك يا مندو. حاضر. المهم خليك في الورق. خد دي شهادة ميلادك. اوعى تكون عامل لي مفاجأة وهتقولي ان انا مش ابنك ولقيتني في بير السلم والجو الفاكس ده. عيلة الدقاق يا ابني ما بتعترفش بشهادات الميلاد. امال بتعترف بايه؟ عندنا وحمة في كتفنا مثلا؟ لا يا الغف، بتعترف بالنقش على النحاس. الصنعة بتجري في دمنا وانت ايديك تتلف في حرير.
بس دماغك زي الصربة القديمة. اديت للصنعة ظهرك يا مندو، عشان قال ايه تدرس في معهد السياحة والفنادق. السياحة وقفت عشان تستريح. المهم خد ده كمان عقد ورشة النحاس، وده عقد البيت، احنا لينا فيه النص وغزال ليها النص. امسك. غزال؟ يعني انت معذبني معاك؟ طلع الصندوق وافتح الصندوق وشيل العنكبوت عشان شوية الورق ده. يا عبد الواحد يا بابا، البيت اصلا قايل للسقوط، يعني هيتهد فوقيا وفوق غزال وفوقيك. الورق ده اللي هيحميك من شر الدنيا يا مندو. الورق ايه اللي هيحميني من الدنيا يا ابويا؟ انا لما امي ابتهال الله يرحمها ماتت خدت معاها نص دنيتي، وانت النص اللي باقيلي، ولو فكرت تفارقني هزعل منك، انت فاهم؟ اعمل ايه يا ابني؟ ما هو مش بايدي. انا لو على نفسي اشيل عيالك وعيال عيال، وانا ديك الساعه يا مندو ما اشيل عيالك. لا لا لا، عيالي دي واسعه شويه، سيب لي انا بس الطلعه دي. ايوه كده، ايوه كده، اضحك اضحك، محدش واخد منها حاجه. اهو الدكتور جه. قول له العيال راح مشوار يا مندو. احترم نفسك بقى يا عبد الواحد شويه. واد يا كني. ايوه يا مدام. مدام يلا. لا مؤاخذة العتب عن النظر، هو حضرتك ساكنة هنا جديد؟ ايه اللي هيجي لك حمى في دماغك يا بعيد؟ ياض هي لسه تايهه منك. انا غزال. وعاملة في نفسك كده ليه؟ ده اللي يشوفك يقول عليكي غزال بجد. اصل رحت للحلاق. ها ايه رأيك؟ صحيح النظافة حلوة. ياه، ده انت كنت زبالة يا غزال. يعني تفتكر هعجب صاحبك؟ صاحبي مين لا مؤاخذة؟ مندو يالا، هو في غيره؟ مندو لو شافك هيعلقك من رجليك. اموت انا بالشقلباظات. بس مالكش هيعلقني ليه؟ غالبا والله اعلم انت كنت هتموتي عم عبد واحد. ليه؟ ده انا ركبت له الانبوبه وفطرته واديته حقنه الانسولين. انا سمعت عم عبد واحد بيقول للدكتور انك اكلتيه بيضه بالسمنه. ما هو اللي قال لي نفسي في السمنه البلدي. عموما حصل خير، عم عبد واحد بقى زي الفل بالاذن. انا رايح فين؟ لسه ما خلصتش الكلام. التيشيرت هيتقطع يا غزال، وانت مش غريبه برضو، انا ما عنديش غيره. بقول لك ايه، مش مندو صاحبك وحبيبك؟ احتمال. طب ما تديني مفتاح. عايزه مفتاح الشقه ولا التاكسي؟ ركز معايا بدل ما اشقك، انا عايزه مفتاح قلبه. لا ده الموضوع كبير، عايز اخد وعطا. احنا ننزل الورشه نلف لنا سجارتين مع كوبايه شاي نظبط الدماغ، وساعتها اسلمك المفتاح بالقفل بتاعه. ايوه فوت قدامي بقى. بتعمل ايه يا مندو؟ بعمل لك شوربه خضار هتاكل ايدك وتبلع لسانك وراه. بس انا ما بحبش شوربة الخضار، بتجزع نفسي. حتى بابا لازم نسمع كلام الدكتور. هو الاكل مندو؟ ايوه بالعافيه. عندك اعتراض؟ ما عنديش. طب سيبها على النار وروح انت شوف شغلك يا حبيبي. لا انا مش هنزل النهارده، انا قاعد على قلبك. بتاكل سمنه بلدي من ورايا يا عبد الواحد يا بابا. اعمل ايه؟ انا كنت فاكر ان الجتة لسه بخيرها. امال بس واكل دماغي وتقول لي هداف الغوريه وملك الكره الشراب وسفاح المغربلين، وفي الاخر بتطين بالسمنه البلدي يجيبوا لك غيبوبه سكر. ايام وراحت لحالها يا ابني. طب ممكن بقى تروح تقعد في الصاله كده وتتفرج على التلفزيون لحد ما اسلق الفرخه؟ انا عايزها مشويه يا مندو. امشي اطلع بره يا عبد الواحد. حاضر. يا مندو. ايوه يا بابا. يا ابني تعالى بسرعه، التلفزيون ما فيهوش صوره. اتصل بالواد كاني يطلع يصلح لك الطبق. يا مندو عايز ايه من زفت؟ الموبايل ما فيهوش شبكه يا مندو. جرى ايه يا عبد الواحد يا بابا؟ يعني اليوم اللي انا هقعد معاك فيه تبوظ التلفزيون والموبايل؟ الحقني يا مندو الحقني، انا حاسس ان الدنيا بتلف بيا يا ابني. هي مش بتلف، دي بتتدحرج. الله امسكني يا مندو، امسكني يا مندو، امسك. امسكني هتدحرج يا ابني، امسكني بقول لك هتدحرج. انا ماسكك، امسك انت في ايد الترابيزه، امسك. هو انا جات لي غيبوبه سكر يا مندو؟ سكر ايه يا بابا؟ سكر ايه؟ ده البيت بيقع. انا هموت يا عبد الواحد يا بابا.
اللي بيحصل يا مندو يعني هيكون ايه اللي بيحصل؟ البيت بيتهد. أيوة. البيت بيتهد. أيوة. البيت اللي انت عرفني بيه نص ديك ونص الغزال اهو كلها 5 دقايق وهيبقى شويه تراب. يا ابني افهمني، البيت ده متين، ده جدك بنيه طوبه. ايوه امسك اهو المتين هيتطربق فوق دماغنا. لا 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 ده. ولعلمك بقى إيه؟ جدي ده كان بيخم في المونه. لا يا عم ده اكيد زلزال اللي حاصل ده زلزال. البيت لو عاوز يقع يا مندو يا ابني كان زمان وقع، مش هيقعد يترقص بينا الراس ده كله، ده رقص يجي ساعه الا ربع. طب وبرنامج التوك شو اللي احنا عاملينه ده ليه؟ ما يلا ننزل. ننزل نروح فين؟ ننزل في الشارع على جتتي يا مندو. واد يا كني، هي الورشة بتتهز ولا أنا اللي بترعش؟ كلام في سرك. انا سمعت ان الشتاء هيجي فجأة. يعني أنا اللي بترعش؟ لا الورشة هي اللي بتهتز. وإيه اللي بيهزها يا زفت؟ ما تشغليش دماغك، تلاقي قطر معدي. قطر يعدي إيه في الغورية؟ أنت بتشتغلني يالا؟ اهو كله بيعدي، هي جت على القطر ولا انتوا دايما بتيجوا على الناس الغلابة وبتعملوا ضيقين؟ قطر إيه وغلابة إيه؟ أنت بتخرب بتقول إيه يا ست اهو الكلام بيجيب بعضه. تصدق أنا بنت ناقص عشان عملت عقل بعقلك وقعدت معاك؟ انت كده كده ناقصة يا غزال. أنت يا واد مش سامع أم عزة بتصرخ وبتقول زلزال؟ زلزال ايه بس؟ دي ولاية كئيبة بتدور على المصايب في كوم القش. إلهي تفطس فيكم قش يا بعيد، أنا هطلع صح أمي. هي مش امك ماتت السنة اللي فاتت؟ يا لهوي موضة تاخدك يا بعيد. انا مش عايز اموت هنا يا ابويا. بشوقك يا مندو. النجفه وقعت يا عبد الواحد، وقعت جنب رجلي. اياكش تولع كمان. حلة الشوربه كفت على الارض قدامي. يلا في 60 ده. جرى ايه يا عبد الواحد؟ هو احنا مولودين فوق راس بعض؟ اقول لك شمال تقول لي يمين، ما يلا ننزل ابوس ايدك. انا اتولدت في البيت ده يا مندو، هموت في البيت ده. يا عم مين قال لك انك هتموت النهارده؟ طب افرض نزلنا من هنا والبيت اتهد ساعتها، انا هموت فين؟ هحجز لك اوضه في الفور سيزون. فور سيزون؟ اتكل على الله يا مندو وشوف حالك. امشي سيبني انا اموت براحتي. طب هتقول انا يا عبد الواحد مش انت قلت لي ان ورشه النحاس اعز حاجه عندك في الدنيا؟ طبعا، ده انا وارثها ابا عن جد. يبقى يلا بينا ننزل نموت في الورشه. مسكتني من ايدي اللي بتوجعني يا مندو. خلاص هات ايدك التانية. الحمد لله نزلنا قبل البيت ما يقع. واد يا مندو. ايوه يا بابا. ايوه يا بابا. مش احنا لما كنا فوق انا صليت العصر؟ صليته. يعني كنا ساعتها العصر يعني؟ ايه السؤال الغريب ده؟ ايوه كنا العصر. امال هتصلي العصر بعد العشاء؟ واحنا نزلنا السلم في قد ايه يا مندو؟ اللهم طولك يا روح، يعني في اقل من 5 ثواني كده. طب انت مش واخد بالك من اي حاجه كده؟ ايوه واخد. الشارع زحمه، الناس كلها هاجت خايفه من الزلزال. ما تركز يا زفت انت وبص حواليك. ايه ده الدنيا ليه؟ انت وديت الشمس فين يا مندو؟ ورحمه امي ما خدت حاجه. عيب يا مندو تخبي الشمس كلها، عيب يا مندو. طب خد شويه وانا شويه. والله ما خدتها. انا قلبي حاسس ان المشوار خلص يا مندو. مشوار ايه يا ابوي؟ انا خلاص يا مندو سلمنا نمر الدنيا وداخلين على الاخره. انت هتخوفني ليه يا عم انت؟ عمرك ما سمعت ان الشمس بتغيب في عز النهار؟ لا ما سمعتش. خلاص يبقى احنا متنا. ايه؟ يعني احنا دلوقتي ميتين وعاملين نفسنا عايشين؟ تهيالي كده يا ابني. يعني احنا دلوقتي ممكن نكون في الاخره؟ ما هي كده ملهاش تفسير تاني. ايوه يا مندو احنا في الاخره. وجيراننا الجرابيع دول اللي عاملين يصرخوا زي كلاب السكك برضه معانا في الاخره؟ نعمل ايه؟ حظنا طول عمره ضيق يا ابني. الحق يا بابا التاكسي بتاعي جه معانا الاخره. يا سلام يا ابن المال الحلال، عمره ما يروح. يا عم عبد واحد. ايه ده؟ والواد كني كمان جه معانا الاخره. الحمد لله على السلامه يا كني. لا لحد كده انا ماليش قعاد في الاخره بالاذن. انا يا بابا رايح فين يا عبد الواحد يا بابا؟ حتى في الاخره مطلع عيني. يما حصل ايه؟ يما حصل ايه؟ يما اصحي بقى يما. يا بنتي انا مش قلتلك 100 مره ما تجعريش كده؟ خليتي رقبتي زي السمسمه في وسط الحته. يما ما انا بزعق عليكي بقالي كتير. يا بنت انت بتزعقي على فول حراتي؟ ايه اللي بزعق عليكي دي؟
ما انت عارفه ان انا بحب اروح في النوم في ثانويه ابوكي عشان يطلع لي في المنام. ما تقلقيش يا حبيبتي، شكلنا كده كلنا هنروح له بربطة المعلم. ليه يا بت حصل ايه؟ زلزال يما، زلزال. مش شايفه البيت عمال يترقص؟ انت متاكده يا غزال انه زلزال؟ ايوه. طب يلا بينا يا بت. يو جرى ايه يما؟ انت هتنزلي بقميص النوم يا بت طالما فيه زلزال الستات لازم تنزل بقمصان النوم عشان الخضه تبان. يا عطيات خدي استوري نفسك والنبي الله يكرمك، انت جسمك مخروط وحلو، لو نزلتي كده هيقولوا على الخدامه بتاعتك. طب يلا يا اختي خلصيني قبل ما البيت يقع فوق دماغنا. يا عم عبد واحد، يا عم عبد واحد، ابعد عن وشه السعادة يا كن. ما هو ما يصحش نسيبه كده لا يتوه مننا. راح فين يا عم عبد واحد؟ عايز ايه يا زفت انت؟ ايه اللي نزلك ده؟ انت بقالك يجي سنة ما نزلتش الشارع. رد عليه يا مندو، بدل ما اخلص عليه واضيع نفسي على واد معفن زي ده. يعني انت مش واخد بالك ان الناس كلها نزلت الشارع؟ الله، هو انا هعد على الناس خطوتها؟ ما اللي ينزل ينزل واللي يطلع يطلع، يكشي يولعوا كلهم بجاز. طب يا ريت بقى تحط صهرمه في بقك وتتكتم بدل ما ابويا يشقك نصين. ادينا اتكتمنا. تعالي يما، عم عبد الواحد واقف هناك اهو. الاخره لمت قوي يا بابا. يا سيدي اهو اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، خلينا نتونس. تعالي يا عطيات، نورتي الاخره كل. اهلا يا سعد. لا مؤاخذة يا عطيات، نزلناكي على ملا وشك. يا سلام، يعني هو احنا اللي كنا عملنا الزلزال؟ هو صحيح كان في زلزال يا عبده؟ هو ايه اصله ده؟ ما قلنا لك في زلزال يما. المره اللي جايه هنهدلك البيت عشان تصدقي. المشكلة مش في الزلزال يا اخوانا. ليه؟ هو في حاجة تانية حصلت يا عبده؟ انتوا ايه اتعميتوا ولا ايه؟ مش شايفين ان الدنيا ضلمه؟ الشمس مشيت يا عطيات. ايوه صحيح، ده الساعة لسه 4 العصر. وايه المشكلة؟ ما طول عمرها بتروح وبتيجي ومحدش بيقول لها انت فين. انا خايفه يما. انا هقول لكم على اللي فيها. خير يا عبده؟ احنا خلاص. ما تقعدش تنبر فيها يا ابويا بدل ما تقلب بجد ونلبس الناس الزباله دي معانا في الاخر. الشام يا جدعان. بالحضن يا من، بالحضن يا ابني، بالحضن. الحمد لله الحمد لله، غمه وراحت. بالحضن. ايوه يا بابا. انت فين يا ابني؟ في نزلة السمان، لسه منزل زبون حالا. هتتأخر يا مندو. لا الشوارع منفضة، يظهر الناس خايفة تنزل من اللي حصل. اسكت يا مندو، بيقولوا ان اللي حصل النهارده ده مش زلزال. امال ايه؟ بركان؟ لا، بيقول لك الهرم. بعدين بقى يا بابا، بعدين علشان في زبون. طب اقول لك ايه، انا عندي عطيات بتعشى. ماشي ماشي يا ابو واحد يا بابا، سلام. رايحة فين حضرتك؟ هقولك في السكة. حاضر. يعني اخد يمين ولا شمال؟ انا عايزه اروح الهرم. ما حضرتك الهرم ده ملوش اول من اخر، يعني في طلبية في عمرانية كده. لا انا عايزه الهرم ذات نفسه، الهرم الكبير خوف. هو اليوم ده مش عايز يخلص على خير، انا عارف. هرم ايه اللي حضرتك عايزة تروحيه في نصاص الليالي كده؟ وايه مشكلتك يعني؟ يا استاذه، انا لو رحت بيك الهرم دلوقتي بفستانك الضيق ده وعينيك الحلوين دول هنتكلبش انا وانتي ونترمي في اول نقطه بوليس وفي الهرم برضه. انا مش فاهمه حاجه من اللي انت بتقولها خالص. هو انت مش من هنا ولا ايه؟ انت شكلك كده سايحه. ايوه انا سايحه. اصل انا خريج معهد سياحه وفنادق وبشم السياح من على بعد كيلو. والاستاذه بقى من بيروت ولا من الخليج؟ لا انا من كوكب تاني. انزلي يا بت. ممكن اعرف انت وقفت ليه؟ ما هو انا حضرتك في الاخر انسان، يعني لحم ودم وعروق وشرايين، واللي بيحصل ده كتير قوي الحقيقه. الشمس ما طلعتش الصبح وزلزال يرجرج البيت وغزال تاكل ابويا بيض بالسمنه البلدي، وانت في الاخر تقولي لي انا من كوكب تاني. انت ليه مش مصدق؟ انا من كوكب تاني فعلا. يا ستي ان شاء الله تكوني عروسه البحر، اتفضلي انزلي بلاش وجع قلب على المسك. قلت لك عايزه اروح الهرم. هي البعيده فهمها تقيل ولا ايه؟ ما قلنا الهرم ما ينفعش بالليل، اول ما النهار يطلع خدي بعضك وروحي الهرم زي ما انت عايزه. انت حاطه ايدك على راسي ليه؟ انت يا بت، انت فاكره ان انا كده هضعف؟ والله في سماء لو حطيتي ايدك فين برضه هكرشك من التاكسي. امشي بره. يلا بينا. هو كان في حاجه بتزن ولا انا وداني اللي بتصفر؟ يلا بينا. يلا بينا على فين؟ نروح. ايوه بس انا عربيتي ما بتروحش كواكب، دي اخرها سوق العبور. انا مش رايحه الكوكب دلوقتي. طب تحبي اوديك اوتيل معين ولا اشوف لك حاجه على ذوقي؟ لا انا هروح معاك. هو انت يا بنتي مالكيش اهل؟ فكك بقى من الحوار ده، يلا اتحرك. فكك؟ انت ايه من كوكب الدويقه؟ انت هتتحرك ولا افجر لك العربيه؟ الهي تنفجري انت وغزال في يوم واحد.
اتفضل الشاي يا سي عبده. تسلم ايديك يا ست الكل، عقبال ما نشرب شربات فرحي. يوه احنا خلاص عجزنا بقى يا عبد. اوعي تقولي كده، ده انت ست العرايس. الله، ما تكسفنيش امال بقى يا عبده. الملح فين ياما؟ عندك في الدرج. سبحان الله، معقول الكناريا اللي قاعدة قدامي دي تخلف غوريلا زي دي؟ انت متأكدة ان البت دي بنتك عطيات؟ غلبت معاها 100 مرة اقول لها بلاش تجعر. انا مش عارفة البت دي طالعة مسترجلة لمين. المهم، ما قالوش حاجة في التلفزيون عن الزلزال يا سي عبده؟ عمالين يروا في كلام فاضي، بيقولوا ان اللي حصل ده مش زلزال. الله، امال الرجراجة اللي كنا فيها دي ايه؟ بيقولوا خلل في النظام الشمسي، وامريكا بتتهم روسيا ان القمر الصناعي بتاعها وقع في مصر. يا اختي، هي امريكا دي حاطه مناخيرها في كل حاجه كده. عملت لك عشوة هتاكل ايدك وراها. تسلم ايديك يا غزال. مش كنت تمسك في مندو يجي ياكل معانا؟ وانا معطله من الصبح، فراح يعمل نقلتين كده بالتاكس. ربي ويكرمه ويحنن قلبه عليا في البيت. عبود انت هتستعبط؟ انا قلت لك هروح معاك، انت ما بتفهمش ولا ايه؟ ما تيجي تاخديني قلمين احسن، ولا اقول لك ما تقلعي الجزمه وتحشريها في بقي او تضربيني بيها على دماغي. كل ده رغي ملوش لازمه. ها يا بنتي انا ساكن في الغوريه. طب ايه المشكله؟ يا انسه الاسعار غليت والناس تعبانه، وانا لو دخلت بيكي بفستانك القصير ده كوكب الغوريه كله هيعمل عليكي عزومه، والحاضر هيبعت للغايب مسج. طب خلاص اشتري لي لبس تاني وتصرف بقى يا اخي. واشتري لك ليه وانا خلفتك ونسيتك؟ مش انت هتشتري فستان بفلوس؟ امال هشتريه بكرتونه بيض. ما هو انا اصلا ما عنديش فلوس. افهم من كده ان انت مش هتدفعي الاجره. ايوه، اصل انت مش واخد بالك، احنا الكوكب بتاعنا ما فيهوش فلوس، وكمان جايه من كوكب مفلس، هي ناقصه فقر. اسمعي يا بنت الناس، انا من ناحيتي بكح تراب، اذا كنت طمعانه في قرشين شوفي لك حد غيري. يلا يلا اتكلي على الله. بس انا اخترتك انت. عذرك معاكي، انا عارف طبعا ان انا عندي جاذبيه والسياح كلهم بيقعوا في دباديبي، بس للاسف السياحه اتضربت والعربيه عليها اقساط، وورشه النحاس العنكبوت معشش فيها، وبيتنا قايل للسقوط. عارفه كل حاجه عنك، وبتشتغل في المتحف الزراعي وبتقبض 480 جنيه مصري، وبتروح مره في الشهر، وحبيت خواجايه من 7 سنين واديتك الطرشه ورجعت بلدها. انت جاسوسه يا بت ولا ايه؟ انطقي، جبت المعلومات السريه دي منين؟ اسمع يا واد مندو، انت ايه وكمان عارفه اسمي؟ طول ما انا في الكوكب بتاعكو انت مش هتفارقني ولا لحظه. ليه؟ عافيه يعني؟ ايوه، ليك شوق في حاجه؟ انا متاكد انك من كوكب الدويقه. طب بالاذن انا بقى يا عطيات. ومستعجل ليه يا عبد الواحد؟ ما تخليك يا عم عبد واحد، ايه بس اللي يطلعك تقعد بزلوعك؟ ما انا بقالي سنين قاعد بزلوعي. طب بقول لك ايه، مش احنا شركة في البيت؟ خلاص، انت تتجوز امي وانا اتجوز ابنك. ها قلت ايه بقى؟ يوه، انت اتهبلتي يا بت. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ معلش يا عبده، اصل غزال مدب واللي في قلبها على لسانها. هي فعلا مدب وزي الجاموسه كمان، بس تعرفي البت دي برضو كلامها موزون. موزون ازاي يعني؟ جرى ايه يا اما ما تفتحي مخك؟ ما هو اكيد في حكمه من عند ربنا. ده جوزك الله يرحمه حفي ورايا اكتر من 2 سنين عشان ابيع له نص البيت، وانا ما وافقتش الا قبل ما يموت بشهر. طب وتفتكر ايه الحكمه من كده يا عبدو؟ نكون شركة في البيت وايه كمان يا عبدو؟ وشركة كمان يعني في كل حاجة. ايوه كده، وتبقى بزراميط يا معلم. جاتك داهية في الفاظك. فاكر يا عبدو اخر حاجه عملها ابراهيم جوزي الله يرحمه قبل ما يموت كانت ايه؟ بصراحة مش فاكر، اصل ابراهيم كان ريحه تقيل شويه، ما زعليش، وقعدته ما تلزمش وما تلزش كمان. المرحوم وثق عليا يا عبدو. ايوه صحيح، قال لي حط عطيات في عينيك. وانت حطيتني يا عبدو. طبعا، ده انا حطيتك في عيني وفي قلبي كمان. وانا من ايدك دي لايدك دي. ايوه بقى، اموت انا في السهواكه. خلاص كده نقول مبروك يا عصافير. الله، هي دي الغورية؟ ايوه. يعني انت ساكن هنا؟ ايوه. طب ما يلا نطلع. قبل ما نطلع عايز اعرف هتلزقي في قفايا زي القرده كده لحد امتى؟ اول ما اخلص المهمة بتاعتي. يا بنت تكوني ارهابيه وناويه تفجري الهرم.
احنا الكوكب بتاعنا مفيهوش ارهاب ولا عنف، احنا كوكب مسالم. هتقول لي كوكب تاني، ما علينا. المهم انت عايزه ايه من الهرم بالظبط؟ اعرف سر بنى الهرم. بتضحك ليه؟ الله العظيم يا بنتي، كوكب الارض بجلاله قدره وبقاله قرون ما عرفش سر بنى الهرم. هتيجي انت يا بنت امبارح تعرفي السر؟ روحي روحي يا بنتي، اركبي سفينه الفضاء بتاعتك واتكلي على الله. يلا روحي. انت هتوصلني هناك يا مندو وملكش دعوه. اصل انت مش واخده بالك، الفرعون اللي صمم الهرم كان حويط وكتوم. خديها مني، انا راجل خريج سياحه وفاهم ودايس في الفرعوني جامد. دايس ايه؟ انت هتشتغل لي؟ ده انت اتخرجت بطلوع الروح واخر سنه طلعت بمادتين. الله يحرقك، انت بتجيب المعلومات دي منين؟ اسمع يا مندو، احنا الكوكب بتاعنا متقدم عن كوكب الارض ب10,000 سنه، يعني دماغنا غير دماغكم خالص. طبعا احنا دماغنا متكلفه. وبعدين ايه الغرور ده؟ عايز تفهميني ان انتوا عندكم تكنولوجيا زي بتاعتنا؟ التكنولوجيا بتاعتكم بدائيه جدا. طب انا عندي فيسبوك. السخافات دي اتخلصنا منها من زمان. عندكم توك توك؟ طبعا، بس مش بيمشي على الارض زيكم. امال بيمشي ايه؟ على السقف زي الصراصير؟ لا بيطير. وهات خالتك. الحمد لله على السلامه يا مندو. انا كان قلبي حاسس ان الليله دي مش هتعدي على خير. انت ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي يا كن؟ كلام في سرك، في حاجه حصلت طياره النوم من عينيا. حاجه ايه؟ من كام ساعه سمعت زغروطه جايه من بيتكم. يا سلام، يعني كل البلاوي اللي حصلت النهارده ومفيش حاجه قلقتها غير الزغروطه اللي جت من بيتنا؟ ما هي حاجه تقلق برضه عننا. اتخمد يا كني، الهي تنام ما تقوم. طب اديني مفتاح التاكسي عشان اظبطه لك للصبح. طب ما انت معاك نسخه. انت متاكد من الكلام ده؟ استغفر الله العظيم. اسمع يالا، انا لازم اخدك لدكتور يعمل لك عمره في دماغك. والله لو جبت لي عالم ذره مفيش فايده، الدماغ فوتت من زمان. طب تصبح على خير يا كني. استنى بس. عايز ايه يا زفت؟ مش احنا اصحاب من زمان؟ احتمال. خلاص خدنا نام معاك لحسن جدتي تعبت من نوم الورشه. وهي الناس كلها عايزه تنام في بيتنا النهارده ليه؟ بلاش بيتكم، انام في الاوضه اللي فوق السطوح. غزال اجرتها. تاهت ولقيناها. غزال عايزه مني خدمه هظبطها وتديني الاوضه. خدمه ايه بقى اللي عايزاها منك الجاموسه دي؟ عايزه تتجوزك. لما اقابلك بكره هقنعك، بس يا ريت تفكرني. طب ايه رايك بقى، انا لا هتجوز غزال ولا انت هتاخد الاوضه، وفكرني بكره اديك بالبلغه. سلام يا صاحبي. ما يلا يا اموره، انت هتعملي لي فيها برنسيسه ولا ايه؟ انزلي. اتاخرت كده ليه؟ بقولك ايه، من اللحظه دي تنفذي اللي بقولك عليه من غير رغي كتير. حاضر يا سي السيد. وكمان عرفتي سيد؟ اتحركي اتحركي. هو ده باب العماره؟ لا، باب زويله. ايه مش عاجبك؟ عاجبني يا برنس. الكوكب قال. هي الدنيا ضلمه كده ليه؟ بطلنا نركب لمبات ترشيد للاستهلاك. وانتوا ليه عاملين السلم خشب؟ بنوفر اسمنت. عندك اعتراض؟ بالعكس، دي فكره كويسه جدا، انا هعمل زيها في الكوكب بتاعنا. طب اوعي بس لا تتكفي على وشك. مندو كده رحنا في داهيه. هذا المسلسل حصري على قناة عجائب وقناة نجوم راديو. ايه واقفه متسمره كده ليه؟ انت متاكد ان ده بيتك؟ لا، شقه مفروشه طبعا بيتي. الله، ده جميل قوي. الله، ومالك واقفه مبوره كده ليه؟ وانا جايبك متحف الشمع. ده حلو قوي يا مندو. طبعا، حيطان مشققه والارضيه مخلعه والعفش بقاله يجي 100 سنه. شايفه الكنبه الارابيسك دي؟ فظيعه، انا ما شفتش كنبه بالجمال ده قبل كده. دي كنبه جدتي اللي اتجوزت بيها، والترابيزه دي بقى بتاعت ام جدي. انت عندك حاجات تحفه بس انت مش حاسس بيها، غبي. يا مندو مندو. ايوه يا عبد الواحد يا بابا. انت جيت يا ابني؟ لا لسه. بقول لك ايه، انت تدخلي الاوضه بتاعتي وما تطلعيش منها خالص، فاهمه؟ ايوه، بس انا هعمل ايه في الاوضه؟ تفتكري هتعملي ايه في الاوضه؟ هتستحمي؟ اكيد هتتخمدي. نامي. يا مندو. مش ممكن يا عبد الواحد. ايوه يا عبد الواحد يا بابا. العشاء عندك في المطبخ يا ابني. انا اتعشيت يا بابا، تصبح على خير. ما تتحركي انت كمان. طب سؤال صغير، هو انا المفروض انام بالفستان ولا في لبس معين للنوم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب. في حاجة يا مندو؟ لا 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 مفيش، انا بس بدعي ربنا ياخدني قبل ما انام. يعني انت كويس؟ ايوه. والتاكسي كويس؟ كلنا كويسين والمصحف. نام بقى يا بابا. ما قلتليش اعمل ايه قبل ما انام؟ هتلاقي عندك دولاب. عارفه يعني ايه دولاب؟ عارفه. هتلاقي في الدولاب بيجامه، تريننج، جلابيه. البسي اي زفت على دماغك وتنامي لحد الصبح ما تطلعيش نفس. هو انتوا بتناموا من غير ما تتنفسوا؟ على فكره انت كده بتعصبيني، وانا لما بتعصب بتقلب معايا بغباوه. طب سؤال اخير، البنت اللي ظهرت في الضلمه واحنا طالعين دي ساكنه في السلم؟ ايوه،
وبلاش تجيبي سيرتها كتير، لان لما بتجيبي سيرتها 3 مرات بتظهر فجأة. عفريتة يعني؟ ايوه عفريتة. ممكن بقى تختفي من قدامي عشان اتخمد؟ طب انت هتنام فين؟ يا مندو، انا هروح انام معاه عشان يسكت. يا مندو، جاي انام جنبك. ايه يا غزال كفالة الشر، مالك يا حبة عيني؟ مالي يما، ما انا زي الفل. عايزة تفهميني انك تصحي من النجمة وتستحمي وتسرحي شعرك كل ده وما فيكيش حاجة؟ ده ايه الحزن ده؟ انت هتغلبيني معاكي ليه؟ ما استحماش تزعلي، استحمى تزعلي. يا بنتي انا مش زعلانة، انا بس عاوزة اطمن عليكي. اصل انا امبارح بالليل اصطدت الواد مندو وهو طالع على السلم، وقال لي هيعدي عليا الصبح عشان يفضفض معايا شويه. بجد يا غزال؟ ورحمه ابويا في تربته. يبقى اكيد عبد الواحد ابتدى يلعب في دماغه. طب بقول لك ايه، انا كده تمام. تمام ايه وزفت ايه؟ روحي غيري الجلابيه دي والبسي بلوزه وبنطلون. تخنقني، انا بحب اقعد مرحرحه. نجيب رجل الواد ونكتب الكتاب، وبعد كده ابقي رحرحي زي ما انت عايزه. ده ايه العذاب ده؟ هفضل بالبلوزه والبنطلون لحد ما نكتب الكتاب؟ ده حزن الحزن. مندو اصحى يا مندو، مندو اصحى، مندو. ايوه اصحى يا مندو. صباح الخير يا ابو حد بابا. انت ايه يا ابني اللي منامك على كنبة جدتك كده؟ ما انا كنت نايم جنبك، قعدت ترفص وتشخر وتنازع، سبت لك الاوضه باللي فيها. الله، وجاي تنام جنبي ليه؟ ما تنام في اوضتك يا حبيبي. كنت محتاج شويه حنان، بس تشخيرك قفلني. يا سلام يا سلام يا سلام. انت علقت ولا ايه؟ شفت خالتك عطيات عملت ايه؟ اولا انا ما عنديش خاله اسمها عطيات، ثانيا عطيات ام غزال مش خالتي، ثالثا والاهم ايه اللي عملته عطيات علشان تقول عليها خالتي؟ خالتي يعني اخت امي. يعني مش عارف عملت ايه؟ اعرف ايه يا بابا؟ ما انا متلقح جنبك على الكنبه اهو. الفطار اللي على السفره ده. فطار؟ ايوه فطار، ومش اي فطار يا مندو، ده فطار 5 نجوم، 5 6 10 نجوم. استنى بس، ايه؟ وعطيات هتدخل الشقه ازاي واحنا نايمين؟ امال يعني الفطار ده اتعمل لوحده يا ابني؟ ماشي يا جزمه بتاعت كوكب القرود لما اشوف خلقتك. ما تنطق يا انت. انا اللي عملته يا بابا، انا اللي عملته. يا سلام يا سلام يا سلام. علق تاني. عايز تفهمني ان انت اللي عملت الفطار ده يا مندو؟ يعني انت محسسني ان انا اخترعت الذره؟ ايوه انا يا بابا اللي عملته، انا اللي اتهببت عملت الفطار. انت هتستهبل يا مندو، ده انت ما فطرتش من يوم ما اتولدت، فجأة كده وبدون مناسبة هتقوم تعمل فطار وتنام تاني؟ اصل بصراحة امي ابتهال طلعت لي في المنام وقالت لي قوم يا مندو، وهي مكلفة نفسها وضربة مشوار طويل وجايه لك المنام عشان تقول لك قوم يا مندو. ما هو انا سألتها عايزاني اقوم ليه يا ماما؟ قالت لي قوم اعمل فطار لابوك. وهي كانت ساكتة ليه المدة دي كلها من غير ما تيجي تقومك وتقول لك قوم يا مندو؟ الاخرة مشاغل يا بابا، ناس مش فاضية. انا هدخل اوضتي اغير هدومي. طب اخلص بقى بسرعة عشان نفطر سوا. انا داخل الاوضة يا بابا. ما احنا عرفنا انك داخل الأوضة. يعني لازم تكون مش واخد بالك. ها انا داخل الأوضة يا عبد الواحد، فهمني يا ابني. الغورية كلها عرفت انك داخل الأوضة، ما تدخل بقى بدل ما اقوم السعك على قفاك. ما انا داخل اهو، انا داخل. ها انا داخل يا رب يا ساتر، انا داخل. لا حول ولا قوة الا بالله. الواد اللي حيلتي لا سعة. ومن الغورية الكوكب زين دق بحس الجد وبخور، ومن الغورية انا رايح فين لفت لفة وتاني حضور. اصحي يا سافلة انتي. صباح الخير يا مندو. وكمان بتقولي صباح الخير؟ خلاص صباح القطران على دماغك. انا مش قلتلك ما تخرجيش من الأوضة؟ ما انا كنت عايزة استحمى. يا سلام، مش قادر تستني لما تطلعي الكوكب بتاعك وتستحمي براحتك؟ ده حاجة تقرف. طب يعني مفيش شكرا على الفطار؟ خلاص مفيش ذوق، مفيش احساس؟ شكرا على ايه؟ ده انا عايز اضربك برجل السرير على أمة رأسك، خليتيني اكدب على ابويا واقول له اني عملت الفطار. طب وليه تكذب؟ ما تقول له ان انا اللي عملته وخلاص. ده على اساس انك بنت خالتي مثلا وهو ما يعرفش.
وانا عارف انت مين اساسا؟ يوه، ما انا قلت لك بقى هي قصه. يا شواحي كمان عشان الطشك على وشك. تلطش مين يا امور؟ ما تتكلم على قدك، ده انا زين بنت ميم لام. ايه يا بنتي الحروف اللي جايه تتنططي بيها عليا دي؟ ده انا ابويا تحت ايديه 70,000 واحد من مقاسك. طريقه كلامك لا تدل على اي نوعيه من انواع الكوكبه. ليه يا حبيبي، ما نشبهش ولا ما نشبهش؟ وانا اللي بقول ان غزال جاموسه دي بالنسبه لك نعامه. اتلفح بيها يا اخويا. تكخوت. انا يا مندو؟ خراسي خالص. ادينا كرسنا لما نشوف اخرتها ايه معاك يا ابن عبد الواحد. مش انت قلت لي ان نسبه ذكائكم اعلى مننا؟ طبعا، ايش جاب لي جيب. خلاص طالما انت ذكيه واحلى اخواتك كده، فكري بقى في طريقه اهربك بيها من البيت ده. يوه، وانا كل ما ازنقك في الكلام تحطي ايدك على راسي. انا عارفه ان اهل كوكب الارض بيحبهم، بس انت عمرك ما كدبت على ابوك. بس من ساعه ما حضرتك شرفتي وشكلها كده في ماسوره كدبه هتطفح. خلص نفسك وقول له الحقيقه. عايزين اطلع اقول له ان في بنت جوه متلقحه جبتها معايا في نصاص الليالي، والبنت دي جايه من كوكب تاني؟ ده يطب ساكت. يا ماندو، ثانيه واحده يا بابا، البنطلون معصلك في رجلي. هنعمل ايه؟ صدقني مفيش حل تاني يا بنتي ابويا عنده السكر وما يستحملش التخريف بتاعك ده. بقول لك ايه، القصه دي ما تلزمنيش في حاجه، انا لازم اروح الهرم دلوقتي. يا ستي اطمني، الهرم ده ما اتحركش من مكانه بقاله 7000 سنه، مش هيتحرك يعني النهارده. يا ماندو اتصل بغزال، عايز اخد الحقن عشان افطر. كده اتطربقت فوق دماغنا. على فكره انا بعرف اضرب حقن كويس. دي حاجه انا متاكد منها. التخريف اللي انت فيه ده حاجه من الاتنين، يا بتضربي حقن يا بتضربي بودره. لا انا ماليش في البودره دي. اوعي من وشي يا بت. ايه يا بابا الزيطه اللي انت عاملها دي؟ يعني انا غلطان اني عملت لك فطار؟ انت فيك ايه يا انت بالظبط؟ يعني زي ما دخلت الاوضه زي ما خرجت. اصل انا رجعت نفسي وقلت يا واد يا مندو ما تغير هدومك بعد ما تستحمى. وقال لك ايه؟ مين ده اللي انت رجعت نفسك معاه؟ قال لي لا تغير هدومك ولا تستحمى. يلا ايه؟ يلا تعالى اديك الحقنه بقى عشان تفطر. انت عايزني اكشف رجلي عليك انت بعد العمر ده كله يا مندو يا ابني؟ يا سلام، يعني تكشفها على غزال ومكسوف من ابنك لحمك ودمك؟ لا، ما انا اتصلت خلاص بعطيات خالتك. عطيات ايديها حنينه وناعمه. بلا عطيات بلا فتكات بقى. يلا اديك الحقنه بلاش دلع. الله، وانت من امتى يا ولد انت بتعرف تدي حقن؟ وانا اتعلمت امبارح الساعه 4 الصبح اتعلمت. الحمد لله عطيات جت. يا سلام، ومالك فرحان قوي كده؟ هي دي جت. اوعى يا زفت انت من وشي. صباح الخير. صباح النور والورد يا عبدو. والله ماليك حق يا عب واحد تصحي ست الحاجه من نومها علشان تديك الحقنه. انت شايفها جايه تتسند على عكاز يا جزمه؟ سيبه براحته يا عبدو، مندو ده ابني وقريب قوي هيكون جوز بنتي. انا موافق جدا اكون ابنك، لكن جوز بنتك دي مستحيل. ليه يا حبيبي؟ هي غزال معيوبه ولا معيوبه؟ ده ست البنات. هو انت الطول تتجوز غزال؟ لا بقى يا عطيات، لا معلش، بنتك لا غزال ولا حتى حصلت معزه كمان. ايوه عليه يا ابو واحد، خد. يعني انا بنتي وحشه يا عبد الواحد؟ انا ما قلتش وحشه. لا قلت يا ابو واحد، انا سمعته. لا يا عبد الواحد، انت كده جرحتني. بصراحه هو جرحك. انا بقى لو منك ترمي السرنجه دي في وشه حالا وما تعتبيش الشقه دي تاني ابدا. طب انا بقى فعلا غلطانه ان انا طلعت. انا نازله. اوعي تقولي كده يا عطيات، ده انت مرات ابراهيم الله يرحمه، وابراهيم ده اخويا وحبيبي. ابراهيم ده عمري اللي راح وعمري اللي جاي. انت كنت على علاقه بابراهيم يا بابا؟ اخرس يا زفت. لعلمك بقى عطيات، عم ابراهيم لو كان عايش ما كانش هيسمح ابدا بالمهزله دي. ما هو ده بقى اللي انا خايفه منه. سيبك منه يا عطيات. تعالي ندخل الاوضه عشان تديني الحقنه. اوضه؟ استنى عندك. في ايه يا مندو؟ رايح فين؟ هندخل اوضتك ناخد الحقنه. وحد قال لك اني فاتح اوضتي مستوصف؟ اوعى يا ولد انت من وشي، اوعى. على قصتي، انا اوضتي لا يمكن تتاخد فيها حقنه. المسخره دي تعملها في اوضتك انت. وانا مش ممكن ادخل اوضتك يا عبدو. الله، الناس تقول ايه؟ ما هي الناس هتعرف منين يا ست انتي؟ لا، الحيطان ليها ودان. ويعني اوضتي ما فيهاش ودان؟ خلاص نبعت نجيب المأذون وناخد الحقنه بقى براحتنا. يوه،
ما تكسفنيش بقى يا عبدو. امال في ايه؟ انت ما صدقتي؟ بقول لك ايه يا ابو واحد، عايز تاخد الحقنه اتفضل اقلع هنا في اي حته على جنب ورا كرسي، والا قسما بالله العظيم حرمي الفطار اللي انا عملته وتعبته فيه كله في الزباله. خلاص بقى يا عبدو اقلع. الله، هتفرق ايه هنا من الاوضه؟ بس كده هاخد برد. لا انت كده هتقلقني يا عبدو، ده احنا كل الحكايه بنتكلم في حقنه. الو، ايوه يا غزال. طيب انا نازل حالا. يلا يا عطيات، يلا بنتك عايزاني تحت. طب ما تنزل لها انت يا بارد وسيبني اخد الحقنه براحتي. يا عم اقلع بقى وخلصنا. ايوه يا روح الروح، انا جايه اهو. صباح الخير. هو انت عايزه على الصبح؟ ممكن لو سمحت تندهيلي الانسه غزال؟ اخلص يا زفت، عايز ايه؟ ايه ده؟ هو انت غزال؟ لا بنت اختها يا خفيف. سبحان الله، يحيي العظام وهي رميم. ايه اللي نضفك كده يا غزال؟ بتغني شكلي حلو. لا مؤاخذه، يعني انت كان شكلك زي الكلب الاجرب، لكن دلوقتي تقدري تقولي اسمك بالفم المليان كده، اسم على مسمى بصحيح. يا لهوي، يعني مندو لو شافني قلبه هيدق؟ مندو مين؟ ده لو حسين طرابزين بذات نفسه شافك قلبه هينفجر. مين حسين طرابزين ده؟ معرفش. طب يلا غور بقى دلوقتي عشان مندو زمانه جاي. بس انا كنت عايزك في موضوع. انجز يا كني، عايز ايه؟ ما اصل كتر الرغي كتير بيخلي المواضيع تتدلدق من دماغي. اديني حطيت صرمه في بقي، اتفضل انت. استغفر الله العظيم، هو انا داخل على زهايمر مبكر ولا داخل على ايه؟ الموضوع راح من دماغي يا جدعان. خلاص يا خفيف، اول ما الذاكره ترجع لك يبقى عدي عليا. سلام. مع السلامه يا عطيات. مع السلامه يا عبدو. اول ما توصلي اديني رن على طول، ولا اقول لك كلميني على الفايبر. هو في ايه يا بابا؟ خش بقى واحنا رايحين الخليج. اصلها هتوحشني قوي. ادخل بقى. حاضر. ما تنزلي انت كمان. حاضر يا جوز بنتي. إلهي تولع انت وبنتك في مقلب زبالة واحد. تعب الغزال يا بتحني بدم الغزال. يا رب يا غزال توقعي مندو، خلينا نخلص ونتلم كلنا ببيت واحد يا رب. صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين يا ابني؟ انا زين. ولابس بيجامة ابني ليه يا زين؟ ما الدولاب كله بيجامات مقلمه، اعمل لك ايه يعني؟ وكنت بتعمل ايه في اوضه مندو؟ انت يا انت ده ايه الغباوه دي بقى على الصبح؟ هو انا مش باين عليا ان انا بنت ولا ايه؟ يا ابني طالما ربنا خلقك ولد ليه تقلب نفسك بنت؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا عم انا اتولدت بنت. انا ما سمعتش عن بنت اسمها زين. لا انا اسمي زين، حرف الزين يعني. زين ولا ميم ولا سين ولا شين، ده شيء ما يخصنيش. انا عايز اعرف انت بتعملي ايه ببيتي ولابسه بيجامه ابني ليه؟ دي حكايه طويله قوي يا عم عبد الواحد، وانا هفتانه وعايز افطر. وكمان قالك على اسمي؟ ده نهار ابوه مش فايت. هو حضرتك مش هتفطر؟ انا عملت الفطار ده عشانك مخصوص على فكره. تكذب عليا يا مندو وتقول انك عملت الفطار وداخل الاوضه وخارج من الاوضه. كنت بتعملوا ايه في الاوضه يا بنت انتي؟ كنا بنفكر. وفكرتوا كويس يا اموره؟ اهدى بس يا عم عبد الواحد، انت عندك السكر. انا مش عادة لما اعرف مندو اصطادك منين وكنتوا بتعملوا ايه طول الليل. بصراحه كده انا اللي اصطدت مندو. ده ايه البجاحه اللي انت فيها دي وبتقوليها كده في وشي؟ هو المفروض اقولها لك فين حضرتك؟ اسمعي يا بنت، عيلة الدقاق طول عمرها سمعتها زي الجنيه الدهب. مش هتيجي بنت مفعوصه زيك تبوظ تاريخ اجدادي. انت اكيد غرغرت بمندو. انا ما غرغرتش بحد يا عم انت. قصر الكلام، اقلعي. اقلع؟ اقلع انت الاول. اقلعي البيجامه يا بنت. استنى يا عم عبد الواحد، مش لما تفهم بس القصه الاول وترسى على الحوار؟ يا بنت انت فاهمه غلط، اقلعي انت البيجامه. هو انت كل اللي همك البيجامه؟ طبعا، واحده زيك لا ليها اصل ولا فصل ومعدومه التربيه والاخلاق. هتعرف منين قيمة البيجامة المقلمة الكاستور دي؟ يا سلام. البيجامة اللي حضرتك لابساها ومتأنتكة بيها قوي كده ليها تاريخ. يوه، هو كل حاجة عندك ليها تاريخ؟ ايوه، البيجامة دي من ريحة امي، هي اللي عملتها المندو لما نجح في الاعدادية. شكلك كده مش هتعمر معايا يا عم عبد الواحد، وهتقعد تقلب لي في حوار ملوش اي 30 لازمة. وانت ناوية تعمري هنا ولا ايه؟ البيت ده بيتي،
واتكلم فيه زي ما انا عايز. انت لو ما قفلتش بقك دلوقتي حالا وسمعتني، انا هقلع البيجامه المعفنه القذره دي واولع فيها. البيجامه لا، البيجامه لا لا، انا مش قد زعل المرحومه امي. خلاص اقفل بقك بس. وبعدين؟ حاضر، اديني قفلت. ومن الغورية الكوكب زين دق نحس الجد وبخور، ومن الغورية انا رايح فين، لفت لفة وتاني حضور. في ايه يا غزال؟ قاعده زي الدمل كده ليه؟ ما تنطقي. اصل انا عامله مؤدبه. هو انت كده مؤدبه؟ وبعدين انت قلت لي انك عايز تفضفض معايا وترجع في وداني. تاكل القرف. اتفضل يا حبيبي، خد وداني رجع فيها براحتك. ده انا ارجع في الكباني انضف. ارجع، ابعدي ابعدي يا بت يا عطيات. بقول لك ايه، انا زهقت من القعده بصراحه فعلا هي حاجه تزهق. انا ماشي. تمشي فين؟ ده انا ما صدقت احط ايدي عليك. بقول لك ايه، ما تيجي نرحرح. نرحرح ازاي يعني؟ القميص اللي انت لابسه ده خانقني، فك الزراير يا مندو. ايه ده؟ ابعدي 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 يا غزال بدل ما اخرم عينك. يا عم فك. مش هفك حاجه، ابعدي بقول لك. ما هي هتفك يا انا فك. يا عطيات يا عطيات، يا امك حاطه قط في ودنها ولا ايه؟ امك ماتت؟ انت يا ست انت ريح نفسك، امي راحت السوق. عملتيها يا عطيات. اوعي اوعي يا غزال، ابويا بيتصل. سيبك منه. طب بقول لك ايه، روحي اعملي شاي، كانت داهيه في شكلك. اعملي الشاي على الشمس، انا بحب اشربه على الشمس. ساعه، ساعتين، 3 ايام، خدي راحتك. احنا معانا اليوم بطوله يا روح الروح. طلعت روحك. ايوه يا ابو واحد يا بابا. انت فين يا مندو؟ انا في الجحيم. مش اكتر من الجحيم اللي انا فيه يا ابني. في ايه مالك صوتك بيترعش كده ليه؟ في ايه؟ انا خايف قوي يا مندو. في ايه يا بابا؟ ما تنطق. انا مستخبي تحت السرير. اوعى تقول لي في فار تاني. يا ريته يا ابني كان فار، كان اخرته شبشب او مصيده. طب في ايه؟ عرسه؟ هي فعلا عرسه، واموت واعرف انت دخلت العرسه دي الشقه ازاي. هي ايه اللي انا دخلتها دي يا بابا؟ البنت القذره اللي انت جبتها معاك امبارح. يا قذر يا قذر يا قذر. انت شفتها؟ ايوه شفتها. يا سافل يا سافل يا سافل يا سافل. اهدى عليا. طب ايه رايك فيها الاول؟ مش حلوه؟ هي حلوه بقى، دي قنبله قنبله لا قنبله. لا لا، طب خد بالك، اوعى تهزها يمين ولا شمال ولا تلعب في اي حاجه. خد بالك لحسن دي ممكن تنفجر في وشك. دي اخر تربيتي فيك يا مندو، بترتصني بعد العمر ده كله. طب قول لي، ما احنا شباب زي بعض يا مندو. ايوه، والقفه ام ودنين يشيلوها اتنين. انا كنت هقول لك على القفه يا بابا. هتقول لي بعد ايه؟ بعد ما مستقل بيجامه يا ناقص. مستعجل قوي على لبس البيجامه يا مندو. يا بابا الموضوع مش زي ما انت فاهم خالص. انا مش عايز افهم حاجه. انت تطلع بسرعه تاخد المصيبه دي وتغورها بره البيت. حاضر، هشرب الشاي واطلع على طول. شاي ايه يا جميل؟ انت البنت دي بتدور عليا وعاوزه تفترسني. طب خليك تحت السرير وانا جاي حالا. يا مندو انا ولعت على الفحم يا مندو. خليكي قاعده جنبه، انا راجع لك يا روح الروح. انا جيت يا بابا، يلا اطلع من تحت السرير. انا مش هطلع من تحت السرير يا مندو الا لما تاخدي البنت دي وتغوره من هنا. طب فسح شويه. هو انت خايف منها زيي؟ ما اضحكش عليك، انا شاكك فيها. البنت دي احتمال كبير جدا تكون جاسوسه او جاموسه، الله اعلم. ولما انت شاكك فيها جايبها لي البيت ليه؟ ما انت عارف عيله الدقاق قلبهم ضعيف وعندهم مرض الشهامه. بذمتك انا راضي ذمتك. غصن البان ده ينفع يتساب لوحده في الشارع في نصاص الليالي؟ دي لا تنفع تتساب بالليل ولا بالنهار. دي تتحط في كرتونه ويتشقر عليها كل ربع ساعه. لا، والمصيبه بقى ان عندها ربع بايظ، عماله تقول انا من كوكب تاني ومعهاش لا بطاقه ولا باسبور ولا حتى فلوس. معقول؟ يعني ما كانتش ماسكه في ايديها بوك ولا شنطه ولا حتى كيس بلاستيك ولا اي حاجه، مخليه زي ما انت شفتها كده. البنت دي هربانه من اهلها، يا دماغها هربانه منها يا ابني. بتعملوا ايه تحت السرير يا اشقية؟ الحق يا مندو، دي قلعت البيجامه قلعت. الله يرحمك يا بابا. يا مندو الحقني يا مندو، قلبي هيقف يا ابني، قلبي هيقف. امسك نفسك. وانت يا زفته ايه اللي انت مهبباه ده؟ ما هو اللي قال لي اقلعي البيجامه، انتوا هتقرفوني ليه؟ مندو خليها تتكلم عن البيجامه باحترام يا مندو. ما هي عندها حق،
انا شخصيا كرهت البيجامه دي. من الصبح وهو واكل دماغي. البيجامه ليها تاريخ، البيجامه من ريحه المرحومه، مع ان البيجامه ريحتها تقرف اصلا. ولعلمك بقى ابوك بيحب البيجامه دي اكتر منك. ماشي البيت يا مندو، حرام عليك بعد العمر ده كله اموت تحت السرير يا مندو. طب ما تيجي نطلع من تحت السرير، لازمتها ايه الخنقه دي بس؟ ايوه يا شيخ، ده حتى فوق السرير احلى بكتير. انت تخرسي خالص. ايوه انت بالذات بقى تخرسي خالص. انا كده هزعل. ما تزعلي ولا تولعي بجاز. انت ما تعرفش زعلي عامل ازاي يا مندو. يا سلام، خفت انا بقى. ما تفتحش صدرك قوي كده، البنت دي مش طبيعيه يا مندو، وشكلها كده ممكن تطلع نار من مناخيرها. خدت بالك انت من لون عينيها قلب على بنفسجي شويه؟ ايوه انا خدت بالي. بقول لك ايه يا اخت زين ميم لام، انتي ممكن حضرتك لو ما فيهاش مضايقه يعني تروحي تلبسي الفستان، عشان انا وابويا في سن حرج. وما تنسيش يا بنتي انا ومندو علاقتنا محدوده، والمناظر الخارجيه دي عدت علينا طشاش في الفضائيات. ايه ده؟ انت بتقلب في الدش من ورايا ولا ايه؟ طب يعني وبعد ما البس الفستان ده ايه اللي هيحصل؟ بشوقك بقى، عايزه تقلعيه تاني اقلعيه، احنا من ايدك دي لايدك دي. انا عايزه اروح الهرم دلوقتي حالا لو سمحت. امال فين مندو يا غزال؟ طلع بيتهم. وسبتيه يطلع ليه؟ ده انا عازمها على الغدا. منه لله عم عبد واحد، هو اللي طلعه على ملا وشه طول النهار يطلق يا مندو يا مندو. ما تقولي يتهد ويقعد على جنب بقى، خلينا نعرف نظبط ام الواد. يمكن هيستقضى حاجه لابوه ويرجع تاني. هو اللي زي مندو ده بيجي بسهوله. انا هروح اغير هدومي. ومستعجله على ايه؟ اتخنقت ياما من البلوزه والبنطلون والله. اسمعي يا غزال، احنا يا حبيبتي لازم نغير الخطه بتاعتنا. ايه ده؟ هو احنا عاملين خطه وما قلتليش يعني؟ افهمي يا بت، انا مش عايزه غباوه. انت من هنا ورايح تصدري وش الخشب لمندو. ازرق عالدنيا ياما، ده مندو ده حب الاول والاخير. مندو وابوه فاكرين ان احنا واقعين. طب ما احنا واقعين وضربنا السلك كمان. ما انا عارفه، بس احنا هنستعبط ونسوق الهبل على الشيطان. بقول لك يا ست الناس، انا فاهم على قدي، ادخلوا دغري في الموضوع. احنا هنصدر التقل والملوعه. طب افرضي طفشوا، ساعتها هنغير الخطه. يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ البس الجلابيه ولا افضل بالبلوزه والبنطلون؟ يا بت من غير ما تسوري وداني، لا ده ولا ده، انت هتلبسي الفستان ده. يا لهوي، انحرفتي يا عطيات. انا جاهزه. يلا فوتي قدامي. اشوف وشك بخير يا سي عبده. لا هتشوفي وشي ولا قفايا. روحي لحالك يا شاطره، روحي. كتر خيرك يا سي عبده. انت جايب البت دي منين يا مندو؟ ما تاخدش في بالك، هي ساعات بتقلب شعبي كده بدون مناسبه. المهم تطلع من هنا على الهرم دغري. حاضر. لا تروح كده ولا كده يا مندو. حاضر. ما تاخدش وتدي معاها في الكلام. طب ممكن تسيب ايدي؟ حاضر. طب الصرب على ايه؟ هات ودنك. اتفضل. بص يا مندو، اول ما توصلها للهرم تسيبها هناك وتلف بسرعه وترجع على طول. ايوه بس كده دي مش ندالة؟ لا، اللي زي دي ما ينفعش معاها غير الندالة، والمثل بيقول يا ابني عيش ندل تموت مستور. ما يلا يا سي الندل انت وهو خلصوني. مساء الخير. كاني ايه ده في ايه يا زفت؟ انت جاي تستغرب هنا؟ ايه الكرباج اللي انا شايفه ده؟ مين الحيوان ده يا مندوب؟ اقفلي بقك. هو اللي انا شايفه ده بجد ولا فوتوشوب؟ لا فوتوشوب طبعا. مالك يا واد يا كاني، مش واقف على بعضك ليه؟ وانت عايزاني اشوف المدفع ده واقف على بعضي؟ ده انا كده هقف على دماغي. مدفع ايه وفوتوشوب ايه؟ انت شايف حاجه يا بابا؟ انا شخصيا مش شايف حاجه خالص، انا غالبا يعني اتعميت. والشجره المفرعه اللي واقفه وراك دي يا عم عبد واحد مش شايفها؟ ده التفاح طرح يا جدعان. انت قصدك على المروحه اللي واقفه ورايا دي؟ مروحه؟ ايوه مروحه، يعني انا هضحك عليك؟ وهو في مروحه بالطول ده؟ مش دي مروحه يا مندو يا حبيبي؟ ايه عمرك ما شفت مروحه ستاند؟ مروحه ستاند وبريموت كمان. تحب اوريك الريموت يا كني؟ وكمان بريموت؟ يوه، دي امكانياتها ضخمه، دي 7 ريشه يا ابني. ده انت كمان ما شفتهاش من غير الكيس اللي عليها، دي مروحه حكايه. يعني انا بيتهيألي انها انسانه ولكن هي مروحه. طبعا بيتهيألك، انا قلت لك 100 مره يا كني بلاش تشد بنزين 80، بطل تسترخص. على فكره انا زهقت. ايه الصوت ده؟ ده صوت المروحه. يبقى فكرني يا مندو ازيتها. طب فين السيفون اللي عايز يتصلح؟ اول ما افتكرت ده انا قايل لك على الحكايه دي من اسبوعين فاتوا. ما انا كنت باخد كورس في السباكه، انت ناسي ان انا اصلا ميكانيكي؟ وانت جاي تتعلم فينا بقى؟
وماله يا بابا لما يتعلم فينا، ما احنا زي اهله برضه. امشي غور، مش عاوز تصلح حاجه، امشي. ما تخلصنا بقى يا عم عبد الواحد. ايه الصوت ده يا جدعان؟ ده صوت السيفون يا جزمه، فوت قدامي. ومن الغورية الكوكب زين، دق نحس الجد وبخور، ومن الغورية انا رايح فين، لفت لفة وتاني حضور. اديني وفيت بوعدي اهو، وصلتك الهرم. ها مبسوطه؟ مبسوطة ده ايه؟ ده انا هتجنن من الفرحة. هو انت ناقصه جنان؟ انت ازاي يكون عندك هرم زي ده وقاعد كده عادي؟ المفروض اقعد ازاي؟ انت المفروض تتفشخر، تقعد تتفشخر كده طول الوقت ان عندك حاجة زي دي. على فكره الحاجه اللي زي دي مش بتاعتي لوحدي، ده في 90 مليون مصري مشاركيني في الهرم ده. ريت كامل يا مدام، بنت هرس يا مستر. العب بعيد يا شاطر بالكامل بتاعك ده. يا استاذ عايزين نسترزق يا استاذ. مندو، ممكن اطلب منك طلب؟ انسي يا زين، انا مش هدخل الهرم معاكي. انا اخر مره دخلت من 3 سنين جالي اختناق. انا مش عايزاك تدخل معايا الهرم. امال عايزه ايه؟ انا عايزه اركب الجمل. ما تيجي نأجر عجل احسن. بتدقق في ايه يا زفت انت؟ هو انت خدت كورس سباكه ولا كورس نجاره؟ اصل السيفون ملخلخ فقلت اخده مسمارين. طب خد الشاي بالسم الهاري، امسك. تسلم الايادي. يا ريت تخلص بسرعه عشان ريحتك كرفت في الشقه كلها. حاضر. بقول لك ايه يا عم عبد واحد؟ عايز ايه؟ انت عارف طبعا ان انا يتيم. لا، اللي انا اعرفه ومتاكد منه انك لقيط. احنا لقيناك مرمي جنب صفيحه الزباله اللي على نص الشارع. مش مشكله، المهم انا من يوم ما فتحت عينيا على الدنيا وبعتبرك زي ابويا الله يحرقه، وانت خدتني وشغلتني معاك في ورشه النحاس. وبسببك انت انا قفلت الورشه، انت كرهتني في الصنعه. بس الحمد لله اتعلمت صنعه الميكانيكا وبقيت اسطى قد الدنيا. وانا قاعد انت جايبك في برنامج صبايا هتحكي لي قصه حياتك؟ ما تقول عايز ايه يا زفت على طول. نفسي في الاوضه اللي فوق السطوح 4 حيطان تلمني ودورة ميه WC يعني. نفسي في سيفون زي ده. طب ما اتكلم ام غزال. ما هو انت برضه ليك معزه خاصه عندها ومش هترفض لك طلب. وانت ايش عرفك انها بتعزني؟ يا عم عبد واحد انا تربيه شوارع، انا بلا فخر اعرف دبه النمله في الغوريه. طب اقول لك على سر. اتفضل. عارف ام غزال اسمها الحقيقي ايه؟ اسمها عطيات. انا غلطان قاعد اسهر مع كلب زيك. انا مش متاكد قوي من الاسم، احتمال تكون شفاعات. لما اديتك كده وامشي، اطلع بره اطلع بره. طب اجره السباكه؟ بره قلت. انا اول مره اركب جمل يا مندو. ليه ما عندكمش جمال في الكوكب بتاعكم؟ لا للاسف، اصل عندنا حيوانات كتير انقرضت. يا ستي خلاص خديه معاكي اهو، برضو تدخلي على ابوكي كده بجمل. طبعا انت بتتريق عليا، شكلك كده لسه مش مصدق ان انا من كوكب تاني. ما هي برضو حاجه ما تدخلش الدماغ يا زين. طبعا عشان انتوا الكوكب بتاعكوا عايشين على الكذب. يعني انا لو جيت لك الكوكب بتاعك وقلت لك انا من كوكب الارض هتصدقيني؟ اكيد، او على الاقل هعرضك على جهاز كشف الكذب. يا انتوا لسه بتستخدموا الجهاز القديم ده انتوا متاخرين قوي. ليه؟ امال انتوا بتستخدموا ايه؟ احنا عندنا دلوقتي حاجه اسمها العروسه. ازاي يعني؟ دي بتبقى اوضه ضلمه كده بيعلقوكي فيها من رجليكي وبعدين فين يوجعك، ولو عصلكتي معاهم عادي فردتين كهرباء في ظرف دقيقه هتعترفي بكل حاجه. اوه كوكب عنيف قوي. بقولك ايه، انا بطني قلبت، انا السنم ده مضايقني ومعدتي يعني بصي ارجوك يلا ننزل من على الجمل ده. ما تخلينا شويه يا عم حزنبل. حزنبل؟ وعايزاني اصدق انك من كوكب تاني؟ لفه كمان يا مندو. العصعوص تعبني صدقيني. زين لا انا مش، وبعدين انت مكلبشه في رقبتي، مخنوق من فوق ومن تحت ومن كل حته. يلا ننزل والنبي. طب وصلني بس لحد خوفو. امر لله، ودينا الخوف يا جمل. انا متشكره قوي يا مندو، وانا اسفه اني تعبتك معايا. يا ريت كل الزباين حلوين زيك كده. اي نعم انت ما دفعتيش الاجره لكن مش مشكله. طب ما تنساش تسلم لي على عم عبد الواحد وخلي بالك منه، ده بيحبك قوي. هو انا ليا في الدنيا غيره؟ طب يلا امشي بقى. طب هو انت هتروحي ازاي؟ هتصل بيهم وهيجوا ياخدون. طب افرضي الشبكه وقع عندكم ولا حاجه، ساعتها هتعملي ايه؟ امشي بقى يا مندو. طب انا ممكن اوصلك لحد المركب اللي انت جايه بيه. لا ما تقلقش عليا. طيب ممكن ناخد واحده سيلفي؟ ماشي. نزلي مناخيرك تحت. هو انا خلاص مش هشوفك تاني؟ للاسف ايوه يا مندو.
يعني انت تدخلي حياتي كده زي القدر مستعجل وفجأة تختفي؟ اعتبرني زبونة ركبت التاكسي وفي اخر المشوار نزلت. زبونة؟ انت بالنسبة لي حلم جميل يا زين، بس للأسف الأحلام بتخلص أول ما بنصحى من النوم. بقول لك حاجة، اعتبرني عصفورة، كل ما تشوف عصفورة افتكرني. تاكسي. اهلا 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 يا عم عبد واحد، ايه النور ده؟ ازيك يا غزال يا بنتي؟ الحمد لله. انتوا عندكم تنظيف ولا ايه؟ لا، حصة التنظيف خلصت من بدري. امال ايه الجلابيه المعفنه اللي انت لابساها دي؟ اصل انا بحب ارحرح ساعة العصاري. اتفضل يا عم عبد واحد. يا ست الوالده مرحرحه برضو ولا صاحيه؟ حتى لو مرحرحه، هو انت غريب؟ ادخل ادخل يا عم عبد واحد. يا رب يا ساتر. حضرتك رايحة فين؟ في بين السرايات إن شاء الله. مديرية أمن الجيزة. بس المديرية مش في بين السرايات. معلش أصل أنا مش من هنا. اوعي تقولي إنك من كوكب تاني أنت كمان. أفندم؟ لا ما تاخديش في بالك، أصل الواحد اليومين دول بيشوف العجب. والعجب ده بقى بتشوفه فين بالظبط؟ في الدنيا. ما هو التاكسي ده عامل زي الدنيا، ناس طالعة وناس نازلة، وناس ترزع الباب وناس تفتح الشباك. يلا. أنت اسمك إيه؟ اسمي محمود عبد الواحد، وبيقولوا لي يا مندو. طب اسمع بقى يا مندو، أنا عندي حاجة في المديرية كده مش هتاخد أكتر من 10 دقايق، أنت هتستناني وبعد كده تروحني على الميعاد. بس يا أستاذة. ما بسش، أنت قلقان من إيه؟ خلي البندرة شغالة واتفضل. رشا صبري صحفية. ما تقومي ياما تلبسي. روحي قولي له إن أنا مقيلة شوية. ياما عيب عيب يا عطيات، أنا قلت له إنك صاحية. يا بت أنا مش فطمتك على الخطة الجديدة، إحنا هنصدر التقل. بقول لك الخطة بتاعتي دي مش نازله لي من زور، فكك بقى، بلا تقل بلا دماغ. خلاص أنت حرة، أنا من ناحيتي همشي الخطة. يا ست الكل، الراجل ضارب الجلابيه البيضه والكوفيه الحمراء وجايب علبه صوابع زينب اللي انت بتحبيها. بجد؟ انت متاكده يا زينب؟ امال صوابع نسرين؟ طب ناوليني العبايه السوداء. يا وليه بقول لك صوابع زينب تقولي لي عبايه سوداء؟ خدي البسي دي، عم عبد واحد بيحب اللون المشمشي. ماشي، ادينا لبسنا المشمشي، لما نشوف اخرتها معاك ايه يا سي عبد الواحد. الله. اسمع بقى يا عصام، انا واثقه ومتاكده ان انت اتصلت برئيس التحرير وقلت له انقلني من قسم التحقيقات لقسم الحوادث. ايوه انا اللي قلت له. في حاجه؟ وانت باي حق تعمل كده؟ خطيبتي. لا يا استاذ، خطيبتك دي فوق السطوح مش في الشغل. بقول لك يا رشا، قسم التحقيقات ده قلق وانا مش عايز وجع دماغ. وطموحي يا عصام. يا ست طموحك ايه؟ انا مش فاهم، كله في الجواز والخلفه. لا انت عرفتني وحبيتني وانا صحفيه. ما حصلش. انت كنت بنت فاشله مش لاقيه شغل ومتلقحه في البيت، وانا اللي جبت لك واسطه وشغلتك في الجورنال. اولا انا مش فاشله، ثانيا مش معنى ان انت ظابط في المباحث هتتحكم فيا. لا يا استاذ، انت لازم تفهم ان الراجل زي الست، راس براس. ايه الكلام الفاضي ده؟ طب انا عندي شنب، انت عندك شنب؟ يعني انا لو حلقت لك شنبك هتبقى ست؟ احترمي نفسك يا عصام. انا بقى ما كلمه تانية هدوس على الزرار ده واخليهم يرموكي في الحجز. تمام سيادتك. عايز ايه؟ في واحد بيسأل بره على الأستاذة رشا. وكمان جايبه راجل في ديلك؟ اقبضوا عليه. ازيك يا عبد؟ جدتي بتتنفض لما بتقولي لي يا عبدو. الله، ما تكسفنيش بقى. خدي صباع من صوابع زينب. وتعبت نفسك ليه بس؟ انا لسه عملت حاجه؟ ده انت ايام كلها عسل نحل. ما هو انت لازم بقى تتكلم مع ابنك يا عبدو، عشان نعرف راسنا من رجلينا. انا ليا كلام معاه لما يرجع بالسلام. ومن الغورية الكوكب زين لا نحس الجدو بخور، ومن الغورية انا رايح فين؟ لفت لفة وتاني حدود. انت مين يا ابني؟ انا مندو. وعايز ايه يا سي مندو؟ يا باشا انا بقالي يومين ما دخلش جيبي ولا مليم. ايه ده؟ انت جاي تشحت يا ابني؟ اشحت ايه بس يا باشا؟ الست اللي قاعده قدامك دي وحاطه رجل على رجل كده ومتأنتكه قوي، ركبت معايا التاكسي من الهرم وركنتني تحت دقايق وهنزل لك، وال10 دقايق دول دخلوا في ساعه ونص. وانت قاعده جنبك ليه ان شاء الله؟ ما هو اصلا انا كنت ناويه ارمي الدبله في وشك وامشي على طول. ده انت يوم ما تقلعي الدبله من ايدك ده انا اقطعها لك. على فكره يا باشا الهانب مش لابسه دبله اصلا. وديت الدبله فين يا راشا؟ ما تردي على الباشا. عند الجواهرجي. اصل انت مش فاهم، انا عامله دايت. والله عال، وكمان بتعملي دايت من غير ما تقولي لي؟ ما هو ده اخره الدلع يا باشا. انت تاخدي الواد ده وتطلعي على الجواهرجي، مفهوم؟ ماشي، بس هترجعني قسم التحقيقات تاني يا حبيبي؟ مفيش غير قسم الحوادث، وكلمه زياده هنقلك الوفيات. مشيها حوادث بقى يا راشا، ده باين عليه مجنون. استنى عندك.
انا ما عملتش حاجه يا باشا. سلم بطاقتك للعسكري. وانا هرجع تاني هنا؟ طبعا انت خلاص بقيت واحد مننا. مش بقول لك مجنون؟ إن ما حدث بالأمس من غياب للشمس ليس له علاقة بظاهرة كسوف الشمس ولا خسوف القمر، وإنما هي ظاهرة جديدة لا علم لنا بها. يعكف العلماء الآن في شتى بقاع الأرض على دراسة هذه الظاهرة الجديدة. يا ساتر يا رب، ايه الريحة دي؟ ما تقلقش ما تقلقش يا بابا، ما تتخضش، ده انا قلعت الجزمة. طبعا، ما انت ما قلعتهاش من امبارح. يعني هو بمزاجي. طيب بعد ما تتعشى انقع رجليك في ميه بملح. والله انا عايز انقع جسمي كله في ميه نار. وانت كل ده كنت معزين؟ لا انا سبتها من بدري. ومالك حزين كده ليه؟ مش عارف يا بابا، ساعة ما سبتها وحاسس ان في حاجة كده اتاخدت مني. بص يا بابا حلوة ازاي. هي حلوة وزي القمر، يا ريت يعني تشيلها من دماغك وتمسح الصورة دي كمان. اشيلها بقى ولا مش شيلهاش مش هتفرق. هو انا هشوفها فين تاني؟ زمانها وصلت الكوكب بتاعها خلاص. دلوقتي الساعة كام؟ زمانها وصلت. ولا هو انت صدقت حكاية الكوكب دي؟ انا مش مصدق، بس هي مصرة على القصة دي. لعلمك بقى البت دي مخاوية. طب ودي حاجة كويسة ولا وحشة يعني؟ وحشة طبعا، دي ممكن تأذي نفسها وتأذينا معاها. يا سلام. طب وانت ايه اللي مخليك متأكد قوي كده؟ نفس اللي حصل لخالتك فوقية. فوقية؟ على فكرة يا بابا انا ما عنديش خالة اسمها فوقية. ما هو انت ما توعاش عليها. اصلها ماتت وانت صغير، كانت راجعة بالليل والنور قطع فجأة في الشارع. ياه، هو النور كان بيقطع برضه من زمان كده؟ المهم وهي ماشية في الضلمة شجرة وقعت على دماغها وماتت. لا، طلعت من تحت الشجرة ما فيهاش خدش، وبعد الحكاية دي ما خرجتش من اوضتها، وطول الوقت بقى بتتكلم مع واحد محدش شايفه. والاغرب يا ابني كانت بتتكلم معاه بالفرنساوي مع انها خدت الابتدائية بطلوع الروح. يعني هي اتلبست بجن فرنساوي يعني؟ وفضلت على الحال ده يجي سنة لحد ما ربنا افتكرها. يعني كده ممكن زين يكون لابسها جن من كوكب تاني؟ مش بعيد يا ابني. يلا الحمد لله انها غارت في داهية. طيب انا هدخل انام. استنى. ايه؟ حط رجلك في المية. حاضر. استنى، عاوز شاي سادة ولا بلبن؟ شاي سادة ولا بلبن؟ لا 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 لا، انا كده مش مطمن لك. شاي وعشا وميه بملح، انت عايز مني ايه يا ابو حد يا بابا؟ انا قلقان يا مندو. قلقان على زين مش كده؟ زين ايه وزفت ايه؟ قلت لك شيل البت دي من دماغك يا مندو. امال قلقان من ايه؟ الموضوع كبير يا مندو ولازم نلحقه قبل ما يفلت من تحت ايدينا. بقول لك ايه يا ابو حد يا بابا؟ نعم. حقيقة انا اليومين اللي فاتوا شفت اللي عمري ما شفته. فقريت عشان خاطري ابوس دماغك تدخل في الموضوع من غير مقدمات. ماشي اتفضل. انا يا ابني هجيبها لك على بلاطه وامري لله. احلى حاجه. شوف يا مندو يا ابني. ايوه. سلالة الدقاق في خطر. طب يا بابا تصبح على خير. رايح فين يا ولد؟ يا بابا سيبني انام بقى. بقول لك سلالة عيلة الدقاق في خطر، تسيبني وتروح تنام؟ هو احنا بابا سلالة قرود واحنا هنقرض؟ مالها عيلة الدقاق؟ كلام في سرك. عيلة الدقاق كلها ماتت. وبتوطي صوتك ليه؟ ما انا عارف انهم ماتوا. والحكاية صفصفت علينا، وانا رجل بره ورجل جوه. ربنا يديك طولة العمر يا بابا. ها خلصت كلامك؟ وانا لسه قلت حاجة يا واد انت؟ اسف. اتفضل خلص. احنا مطلوب مننا مهمة وطنية يا مندوب. احنا مين؟ انا وانت. ايه هنتطوع في الجيش يعني؟ انت عارف ان صنعة النحاس بتجري في دمنا، عشان كده احنا لازم نطور السلالة ونكبرها. نكبرها ازاي يعني؟ انت تخلف عيال وانا اخلف عيال، انت تخلف عيال وانا اخلف عيال، انت تخلف وهكذا. فهمت. يعني نجيب كرتونة بيض مثلا ونقعد عليها انا وانت ونفقس عيال. احنا هنفقس بس من غير بيض. انت تتجوز وانا اتجوز يا مندو. يعني انت عايزنا نتجوز عشان نفقس عيال؟ بالظبط كده. وطبعا انت هتفقس مع عطيات وانا هفقس مع غزال. يا سلام يا سلام، هي دي ميزة سلالة الدقاق، بيفهموها وهي طايرة. اولا غزال دي ديك مش فرخة.
ده اول حاجه. بقول لك ايه يا بابا؟ نعم. انت عايز تفقس، روح افقس لوحدك وبراحتك، لكن انا من ناحيتي مش ناوي افقس ابدا دلوقتي. طب قول لي بس، البنت عيبها ايه؟ غزال حلوه ومعدنها اصيل، هي كل الحكايه محتاجه وش نظافه. خلاص ماشي، الراجل اللي بيجي لنا ينظف يوم الجمعه ده خليه ينظفها مع الشقه. البنت بتحبك وبتموت فيك كمان. عايز ارد على الموبايل. يعني خلاص هتفقس معايا؟ سيب الموبايل يا عبد الواحد يا بابا. يعني نقول مبروك يا مندو. الله يبارك فيك، هات بقى الموبايل. الو، انت لسه صاحي؟ انت مين اصلا؟ انا رشا. اهلا يا انسه رشا. بقول لك ايه، انا عايزاك تعدي عليا الساعه 9 الصبح في المعيدي. حاضر. بس 9 بالظبط، عشان انا عندي تحقيق صحفي مهم جدا. هو مش عصام باشا نائل قسم الحوادث؟ ما هو ده بقى السر اللي هيكون بيني وبينك. طب بالنسبه لاجره النهارده يعني هاخدها امتى؟ هتاخدها على الجزمه القديمه. يا ستي انا مش عايز جزم، انا عايز فلوسي. ما تقلقش يا مندو، وبعدين انت خلاص بقيت واحد مننا. ما هو ده اللي قلقني. طيب يلا باي باي. باي. كني كني اصحى يا كني. مين بينادي؟ انا يا كني. ايه ده، المروحه؟ ايوه انا مروحه. معاك فلوس؟ فلوس بس؟ ده انت لو عايزه مرجان وياقوت اجيب لك من تحت الارض. طب ادفع للتاكسي والنبي حق الاجره. يا سلام، عينيا. اتفضل يا اسطى. شكرا يا كني، عن اذنك. رايحه فين؟ طالعه المندو. مندو زمانه في 7 نومه. انت تقعدي معايا انا، وانا بصراحه محتاج مروحه. مروحه ايه؟ انت صدقت؟ امال انت مين؟ انا بنت خالة مندو. بس مندو ما عندوش خالات. يعني انت هتعرف احسن مني؟ يا بنت الحلال، انا متلقح في الورشه دي من سنين وعمري ما شفت المندو خاله ولا عمه. انا بنت خالته شوقيه اللي عايشه في السودان. ونعم الناس. يا سلام، انا طول عمري نفسي ارتبط بواحده من السودان الشقيقه. وانا عايزه انام. تصبح على خير بقى. وانت من اهله، شكلها كده هتزهزه معاك يا قني. الو. ايوه يا عبودي. وحشتيني يا عطروطه. وانت كمان يا دودي. عندي ليكي خبر ب1,000,000 جنيه. خير خير يا عبدو. مندو وافق. بجد يا عبدو؟ اخيرا هنفقس. يعني انا وانت هنتلم في بيت واحد؟ ما تكسفنيش بقى يا عطيات. طب هنعلق الزينه امتى؟ سيبيني كده كام يوم اظبط الدنيا مع مندو واديك الاشاره على طول. دي غزال لو عرفت هتموت من الفرحه. يا ريت وتبقى قصرت علينا الطريق. بقولك ايه، بلاش شغلنا دلوقتي عشان ما تخنقش الواد، وانا بصراحه بلصم فيه بالعافيه. انت تأمرني يا سعبدو. ده مين الحيوان اللي بيضرب جرس الباب كده؟ انت مستني حد؟ لا حد ولا سبت. طب روح انت يا عطيات وانا هكلمك بعدين. ومن الغورية الكوكب زين دق نحس الجد وبفوت، ومن الغورية رايح فين لفت لفة وتاني حضور. ايوه يا زبت يا اللي بتخبر. تعرف لو طلعت كني هعلقك برجليك. مساء الخير يا عم عبد الواحد. زين، الحقني يا مندو. اصحى يا مندو. حرام عليك حرام عليك والله، انت مخلفني عشان تعذبني. بتصحيني ليه دلوقتي؟ بصحيك عشان تشوف جنبك. اتفضل قوم. ما هو لو السما اتطربقت على الارض انا مش هقوم من على السرير ده. ما هي اتطربقت فعلا فوق دماغنا. الست زين بتاعتك رجعت من الكوكب بتاعها. ايه الكلام الفارغ ده؟ هو الكوكب ده في اخر الشارع؟ انت بتسألني انا؟ ما تقوم تسألها هي بنفسك. يعني هي بره؟ امال ايه؟ قوم يا اخويا، هي واقفه بتلقحها. انا كان عندي احساس انها اتعلقت بيا. وسع يا عبد الواحد. رجعتي تاني ليه يا زين؟ انا ما روحتش اصلا عشان ارجع. ايه ما لقيتيش مواصلات للكوكب بتاعك؟ انا اتسرقت يا مندو. ده انت كنت جايه مخليه. صحيح يا زين، ده انت ما كانش معاكي حاجه غير الفستان اللي عليكي. السلسله يا مندو، السلسله اتسرقت. طيب اهدي بتعيطي ليه بس يا ستي؟ فداكي 1,000,000 سلسله، ده حتى كان شكلها غبي. انت ما تعرفش السلسله دي مهمه بالنسبه لي ازاي. يا سلام. يمكن يا بابا كانت من ريحه المرحوم امها ولا حاجه. يعني انت معطره نفسك وفوتت القطر اللي هيوديك الكوكب بتاعك عشان خاطر السلسله؟ انا ما ينفعش امشي الا لما ارجع السلسله. خلاص خدي تمنها واتكلي على الله. 150 جنيه كويس. وانتي قلتي لي الكوكب بتاعكم ما فيهوش فلوس، فلما تدخلي عليهم بقرشين هيفرحوا بيكي. ما ينفعش يا مندو. خلاص تهت والإناء.
روح يا مندو هات الشكمجية بتاعت المرحوم امك، خليها تنقي السلسلة اللي هي عايزاها. مع ان دهب امي غالي عليا جدا، بس زي بعضه. رايح فين؟ هجيب الشكمجية. افهم بقى يا مندو افهم، مش عايزه جباوه، السلسله دي فيها الجهاز اللي بتصل بيه بالكوكب بتاعي. يعني انت من غير السلسلة دي مش هتعرفي ترجعي الكوكب بتاعك؟ ايوه. يعني انت اتحشرتي في الكوكب بتاعنا؟ ايوه انا اتحشرت. بتقولك اتحشرت يا بابا. تنحشر يا اخي بعيد عننا، وما فيش غيرنا في كوكب الارض ولا ايه؟ ما تسيبها يا بابا تتحشر معانا. تتحشر مع مين يا ولد انت مش كنت عايزني افقس عشان نطور سلالة الدقاق؟ اظن مفيش احسن من كده تفقيس. عايز تفقس مع واحدة لا عارفين اصلها ولا فصلها؟ هنعمل ايه باصلها وفصلها؟ دي سلالة نادرة يا ابني افهم، دي ما معهاش رقم قومي ولا حتى بطاقة تموين، دي كلها شكليات ملهاش اي لازمة. بس بقى انت وهو. إيه؟ على فكرة انا ما بحبش حد يزعق في بيتي. خليك على جنب بس كده يا عبد الواحد يا بابا، لحسن عينيها كده هتقلب بنفسجي. طب خدني جنبك بسرعة. مندو انت لما الحاجه بتاعتك بتتسرق بتعمل ايه؟ بستعوض ربنا. يعني بتروح لمين يعني عشان يرجع الحاجه اللي اتسرقت؟ قصدها على الاسم يا مندو. ايوه بروح الاسم اعمل محضر. والاسم بيرجع الحاجه؟ لا. امال بيعمل ايه؟ بيقولوا لي استعوض ربنا يا ابني، والحمد لله انها جت على قد كده، فبستعوض ربنا وانا في البيت وخلاص، بدل ما انزل واروح اقسام وبتاع، فبستعوض ربنا هنا. خلاص انا عايزه اروح الاسم ده. بعد كل اللي انا قلته ده يا بنتي ما تستعوضي ربنا هنا وخلاص، ولا انت غاويه مرمطه؟ وديها يا مندو يمكن يحجزوها. لو رحت بيها دلوقتي هيحجزوني انا. خلاص نروح بكره الصبح. طب اتكلي على الله انت وسيب لنا عنوانك، ومندو هيعدي عليك الصبح. انا كده هتنرفز يا عبد الواحد، كده هتنرفز. قلت لك ابعد عنها يا بابا، ده ممكن يطلع لها ذيل فجأة وتطربق البيت على دماغنا. تفتكر هي مخبياه فين يا مندو؟ معرفش. انا عايزه استحمى يا مندو. المايه مقطوعه يا مندو. وبعدين بقى على فكرة كلمة كمان وهتسخطك سحلية، انت حر. انا هستحمى فين؟ ممكن في اوضه الصالون. خليها تستحمى في المطبخ، يمكن الانبوبة تنفجر في وشها. انا عايزة فوطة نظيفة مش دي، ريحة الفوط عندكم تقرف. هي بتتنطط علينا ليه؟ وعايزة حاجة البسها. انسى انك تلبسي البيجامة المقلمة. ايوه دي من ريحة المرحومة امي. البيت بيتهز يا بابا. عملتيها يا حسين؟ الحق يا مندو، طعم الكوبايات الكريستال اللي من ريحه امك هيكسر كله. كوبايات ايه يا بابا؟ البيت هيطربق فوق دماغنا وانت بتقول لي كوبايات؟ هو انت يا بنتي اللي بتهز البيت كده؟ قلت لك يا بابا ما تزعقلهاش. خالد لو شبطانه في البيجامه المقلمه البسيها وخلصينا. ولو عايزه تستحمي في الصالون استحمي. ما بهزش البيت يا مندو. يبقى الزلزال رجع تاني. ده مش زلزال. امال ايه؟ حمو وجوف. دول اكيد اهلي بيدوروا عليا. وهم لازم لما يدوروا عليك يرجرجوا البيت بالشكل ده. وبعدين اهلك زمانهم متلطمين عليكي في المستشفيات والاقسام. انا عايزه سما، عايزه اشوف السما بسرعه يا مندو. هي سما دي يا ابني مش رقاصه؟ انا سمعت انها اعتزلت. ايه؟ مش عايزه غباوه، بتبصوا على السما منين؟ تحلها البلكونه يا مندو، يمكن تتكفي على وشها ونخلص منها. عايزه تشوفي السما؟ ايوه يلا بينا. انت مطلعنا فوق السطوح ليه؟ عشان زين تشوف السما براحتها. وديت القمر فين يا مندو؟ هو انت كل حاجه هتلبسها لي؟ هو انا وداني بالصفر ولا اتطرشت يا مندو؟ لا انت اتعاملت يا بابا. الصوت بيزيد. الصوت بيزيد يا مندو. اهم ظهروا. انت شايف اللي انا شايفه يا بابا؟ ايه دي ايه النجفه اللي اتعلقت في السما فجأة؟ دي سفينة فضاء. يعني زين فعلا من كوكب تاني؟ يظهر كده يا بابا، يظهر وكلامها طلع كله صح. طب ما تشاور لهم يا بنت، شاور لهم. تشاور ايه بس؟ هم راكبين فلوكه. طب نلفت نظرهم ازاي؟ مفيش غير ان احنا نحدفهم بالطوب. طوب؟ دول بيبعدوا. طب نولع في السطوح يمكن ياخدوا بالهم. مفيش فايده يا مندو، مش هيعرفوا يوصلوا لي. اهدي بس اهدي. اهدى ازاي؟ دول زمانهم قلقانين عليا قوي. ما هم برضه غلطانين، ما كانش صح ينزلوكي كده بطولك. ايه ما عندكمش رجاله؟ بص يا زين، طالما رجليهم جت على كوكب الارض اكيد هيلاقوا طريقه يوصلوا لك بيها. مفيش غير السلسله، انا لازم الاقي السلسله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. صباح الخير يا بابا عبد الواحد. صباح النور يا ابني يا مندو. ايه اللي مصحيك بدري كده؟ هو انا نمت اصلا يا ابني؟ هيجيلي نوم ازاي بعد المصيبه اللي شفناها امبارح دي؟ ومين سمعك؟ ده انا طول الليل بحلم بكائنات فضائيه بتطاردني.
وهنتخلص من البلوى السودة دي ازاي؟ مفيش غير انك تصلي ركعتين لله وتدعي ربنا كده نلاقي السلسلة بتاعتها ونخلص. يا رب يا كريم، انت العالم بحالنا. هي في الأوضة ولا خرجت؟ يا ريت تخرج، يمكن تتوه وتريحنا. ما تبص عليها بابا كده في الأوضة. لا يا عم، انا خايف. طب خلتني. انا مش سامع شخير. تفتكر يعني واحدة عندها مناخير قد حبة الكريزة كده ممكن تشخر؟ ما شفتش خالتك نبوية؟ كانت مناخيرها قد حبة الترمس، وكان شخيرها بيجيب لحد ميدان العتبة. على فكرة يا بابا، أنا ابتديت أتخانق منك أنت وخالاتي اللي أنا عمري ما شفتهم. انتوا واقفين كده ليه؟ صباح الخير. صباح الخير. انت لسه ما لبستش؟ يعني هي السلسلة هتطير مش لما تفطروا الأول؟ انت تسكت خالص. طب سيبي الجلابية من فضلك، الجلابية دي قعدت أكوي فيها أسبوع. أنا هتخنق يا فندم، هتخنق. ما يصحش كده يا زين، ده أبويا الوحيد، ما ينفعش تخنقيه وأنا واقف كده قدامك. وانت كمان تخرس. هي ايديا ناشفة كده ليه يا بابا؟ انتوا ايه؟ ما عندكمش دم؟ مش حاسين بالمصيبة اللي انا فيها؟ على فكرة أنا لو مت في إيدك مش هتعرفي تجيبي السلسلة عشان تبقي فاهمة. كوكب عرة. يا ساتر، ده انت زعلك وحش قوي. تجداية في صباحك. بتقول حاجة؟ لا ما قلتش، داخل ألبس. بسرعة. أعمل لك فنجان قهوة تروقي دمك. أنا عايزة عصير برتقال. بس شجرة البرتقال لسه ما طرحتش. ما تتصرف. الموبايل بتاعك بيرن يا مندو. حاضر يا بابا، جاي أهو. اتفضلي العصير يا بنتي. من يد ما نعدمها. انت متأكدة يا بنتي انك من كوكب؟ ألو، أنا مندو، مين معايا؟ ومن الغورية الكوكب زين، دق نحس الجد وبخور. ومن الغورية أنا رايح فين، لفت لفة وتاني حضور. أنا رشا المصري. أهلا يا أنسة رشا. أنا آسفة إن أنا بكلمك بدري كده، بس حبيت أكد عليك الميعاد. أوبا، ده أنا نسيت. طب بقولك إيه، مش ممكن نأجله لبكرة؟ نو واي، دي فرصة عمري يا مندو. وهي فرصة عمرك دي ما تنفعش إلا بالتاكسي بتاعي، ما تركبي أي تاكسي تاني. انت عارف عصام وتحكماته، خلاص هو قرر ان انا مركبش الا التاكسي بتاعك، وبعدين انت خلاص بقيت واحد مننا يا مندو. يا ستي انا مش عايز ابقى واحد منكم، هو بالعافيه. وبعدين بقى يا مندو انا كده هتضايق، ولو اتضايقت هتصل بعصام، وانت عارف بقى عصام ممكن يعمل فيك ايه. انا مستنياك الساعه 9. باي باي. في ايه يا مندو، مالك؟ رشا عايزاني اعدي عليها دلوقتي. ورشا دي من كوكب ايه هي كمان؟ دي من كوكب المعادي، ركبت معايا التاكسي امبارح وخطيبها ظابط في المباحث، ولو ما روحتش انت عارف بقى ممكن يتعمل فيا ايه. بقول لك ايه، بلا رشا بلا زفت، انا عايزه السلسله بتاعتي وخلاص. استني بس يا زين، انت قلت لي خطيبها ظابط مباحث؟ وشكله كده خلقه ضيق وعصبي وممكن ينفخني. خلاص انت تخلص مشوار رشا وتطلع على خطيبها، وهو اللي هيجيب السلسله بتاعت زين. يا سلام يا بابا. ساعات بحس انك عبقري. يلا يا زين. استنى يا مندو. يا ساتر، ابوك ده رغاي قوي. عايز يا بابا؟ لو حد سألني مين الموزة اللي طالعه نازله مع ابنك دي، هقول له ايه يا مندو؟ انا امبارح خليت كاني يحاسب التاكسي، ولما سالني انت مين قلت له انا بنت خالة مندو. الله، يعني بتعرفي تكدبي يا زين؟ ما دي اول حاجه اتعلمها في الكوكب المعفن بتاعكم، والله اعلم هتعلم ايه تاني. طبعا من ناحيه هتتعلمي، فانت هتتعلمي كتير، ده احنا مدرسه. بس اهل الحته عارفين ان خالاتي ماتوا. لا بس لسه في واحده عايشه في السودان، خالتك شوقيه. هو انت لسانك فالت كده على طول؟ والله ما قلت لها حاجه يا عم. يعني انا فعلا عندي خاله اسمها شوقيه في السودان من 30 سنه. شوقيه حبت مهندس سوداني اسمه عثمان. يلا يا مندو سيبك منه. طب اكمل بقيه الحكايه بعدين. يا زين، عايز ايه يا جدع انت؟ سلمة على امك شوقيه اللي هي خالة مندو، وانت يا مندو خلي بالك من بنت خالتك شوقيه اللي عايشه في السودان من 30 سنه. ابويا اتجنن. الو، صباح الخير يا عبدو. صباح النور على البنور. انا عندي مشكله يا عبدو. مشكله وانا عايش على وش الدنيا؟ اعتبريها اتحلت يا عيون عبدو. ربنا يخليك ليا ويطول لي في عمرك، بس بصراحه بقى هي مصيبه يا عبدو. ايه، غزاله زحلقت وهي بتستحمى رجليها اتكسرت؟ لا دي مصيبه كبيره. قوليها يا حبيبتي، انا خلاص جتتي نحست من كتر المصايب. مش هينفع في التليفون. خلاص تعالي قوليها لي في ودني، الواد بندو لسه نازل. لا تعال انت.
غزال هتكتم على نفسنا. غزال لسه نايمة. طب ممكن اعرف نوع المصيبة ايه عشان اعمل حسابي؟ لازم تشوفها بنفسك. يلا بقى يا عبدو يلا. هدور على فرد الشبشب ونازلك حالا. طب مستنياك يا عبدو. الو، ايوه يا انسه رشا، انا متلقح تحت. سلام. بقولك يا زين، انا عايزك تطولي بالك عليها شويه. اطوله ازاي يعني؟ يعني بلاش عينيكي تقلب بنفسجي والحاجات اللي بتعمليها دي. يا سلام، وانت مالك عامل لها حساب كده ليه؟ انا عامل لها حساب علشان خاطرك. ليه، هي من بقيه عيلتي؟ انت اكيد ساكنه في حته بيئه في الكوكب بتاعك، افهميني بس من غير ما تزرزري كده. احنا هنخلص لها مشوارها علشان خطيبها يجيب لنا السلسله. يعني نسلك لها المصلحه عشان هي تسلك لنا المصلحه. ما شاء الله، ما شاء الله، فعلا بقيتي قذره. يومين كمان وهترجعي لاهلك ببشله تحت لسانك. دول لو عرفوا ان انا كدبت يا مندو هتبقى مصيبه. عشان خاطر يا مندو اوعى تقول لهم. يعني عايزاني اكذب؟ مندو عشان خاطر زين يا مندو. تحايل عليا شويه. اعمل ايه يعني؟ انا عايزك تتذللي كده، اقولك بوسي على راسي. حاضر. ايه يا استاذ اللي انت بتعمله ده؟ انسه رشا، ده انا هوديك في 60 داهيه. هذا المسلسل حصري على قناة عجائب وقناة نجوم راديو. في ايه يا انسه رشا؟ بقى انت مش عارف في ايه؟ صايد بنت من الشارع وجاي تبوسها تحت بيتي؟ انت فاهمه غلط، وبعدين هي اللي كانت بتبوسني مش انا اللي كنت ببوسها. يا خساره، وانا اللي وثقت فيك واعتبرتك واحد مننا. يا انسه الموضوع فيه سوء تفاهم، انا بس عايز افهمك ان انا مش عايزه افهم حاجه. انت توصلني مشواري وبعد كده ما اشوفش وشك تاني خالص، فاهم؟ طب اتفضلي اركبي. انا مش هركب الا لما تنزل الزباله دي من التاكسي. جرايه يا اموره، ما تلمي نفسك بدل ما تفنك تحت جواتش العربيه. اهدي يا زين اهدي. الله، لا بقول لك ايه، انت تتكلمي على قدك. انا ممكن بتليفون واحد ارميكي في الحبس، فاهمه؟ ما هو انت مش هتلحقي تتكلمي في التليفون اصلا. ابعدي عنها يا رشا، دي ممكن تاكلك. هتعمل لي ايه يعني؟ هعمل معاكي الجلاشه يا روح ماما. يا جزمه خلاص يا زين بقى. يا بنتي كده مش هنعرف نجيب السلسله. ما انت شايف قله ادبها يا باشمهندس. باشمهندس؟ هي بقت كده باشمهندس؟ انا قللت الادب يا بتاعت الشوارع. هي بتاعت الشوارع دي شتيمه يا مندو؟ دي شتيمه، وشتيمه بالاب والام كمان. دي شتيمه قذره جدا. يا نهار اسود، بتاعت شوارع. نهار ابوكي اسود. انا بتاعت شوارع يا صحفيه نص كام؟ ده انت نهار ابوكي اسود. ابعدي يا زين ابعدي. اوعى من وشي بقول. لو قربت مني انا بس انت وهي اللي هتفتح بقها هضربها بالكوريك في دماغها. دي شدت شعري يا مندو. اخرسي. انا بتاعت شوارع يا مندو. مش عايز اسمع صوت. انا بتاعت شوارع. مش عايز اسمع صوت. حاضر. احنا هنفتح صفحه جديده ونبتدي من اول السطر. الانسه رشا صبري والانسه زين ميم لام بنت خالتي شوقيه. طب وانا اعرف منين انها بنت خالتك؟ وهو هيكدب عليكي ليه؟ ماسكه عليه زله ولا ماسكه عليه زله؟ يعني دي بنت خالتك فعلا؟ ايوه بنت خالتي، بالاماره خالتي اسمها شوقيه. طب مش تقول كده من الاول يا مندو؟ هو انت اديتيني فرصه داخله كده فيا زي القطر. حاجه تقرف. خلاص بقى يا زين، قلبك ابيض. هنروح فين يا انسه رشا؟ العين السخنه. ادخل يا عبد. يا رب يا ساتر. خير يا عطيات، قلقتيني. شوف يا عبدو حصل ايه؟ مالها الحيطه؟ ما زي الفل اهي. امال لو شفت الشرخ اللي عندي. شرخ ايه بس يا عبدو؟ ده البرواز وقع. يا ريتي منزلاني على ملا وشي وخليتيني قلب الشبشب فرده وفرده عشان البرواز وقع. يا عبدو البرواز ده فيه صورة ابراهيم جوزي. يعني هو كان قاعد جوه البرواز؟ دي صورة عطيات. ايه المشكلة لما تقع ولا تولع بجاز حتى؟ اسمعني بس، انا امبارح كنت نايمة. صدفة غريبة، انا امبارح برضو كنت نايم، وقبل الفجر بشوية سمعت حاجة كده راحت عاملة تش. عملت تش؟ ايوه، قمت مفزوعة ولقيت البرواز واقع في الارض. ادخلي في الموضوع عطيات، انا دماغي منملة من امبارح. ما هو ده الموضوع. البرواز لما وقع قلبي كده انقبض وعينيا قعدت ترف. وده معناه ايه؟ معناه ان المرحوم مش موافق على جوازنا. يا عطيات الموضوع ابسط من كده بكتير. البرواز وقع عشان امبارح كان فيه زلزال. لا، انا قلبي مش مطمن، وقلبي لا يمكن هيطمن الا لما اخد الموافقه من بقه. وانت هتجيبي بقه منين دلوقتي يا عطيات؟ انا هتصرف. هو احنا جايين هنا ليه يا انسه رشا؟
شايف الكونتينر اللي هناك ده؟ ايوه شايفه. ده بقى متهرب فيه ترامادول. طب ما كنت تقولي من الاول، كنت جبتلك شريط من الواد قني بدل البهدله وتضييع الوقت ده. انت تسمع عن رجل الاعمال ابو الليف؟ لا انا اسمع عن ابو الليف اللي بيغني. انا مش خرونج، لا ده انا كينج كونج. ده انا وانا رابط ايدي بلعب بينج بونج. يوه اسمعوني بقى. ايه عايزه تغني؟ دي قلوده قوي. ابو الليف ده المفروض ان هو بيستورد قطع غيار للمصنع بتاعه، بس الحقيقه انه بيهرب ترامادول. طب واحنا مالنا بالقصه دي؟ يعني ايه احنا مالنا؟ احنا لازم نكشفه ونفضحه قدام الرأي العام. والحوار ده هياخد وقت. لو ساعدتوني هنخلص في ثانيه. ما تساعدها يا مندو، خلينا نخلص. يعني اعمل ايه يعني؟ اولع في المينا؟ شايفين الراجل اللي هناك ده؟ المكان مبدور رجاله، انهي زفت فيهم. الراجل ده اللي لابس قميص منقوش. يا رب صبرنا. ماله ابو قميص منكوش؟ ده بقى موظف في الجمارك، هيديني المستندات اللي تودي ابو الليف في 60 داهيه. طب مستنيه ايه؟ ما تروحي تاخديها. بصراحه انا خايفه. يعني احنا ضاربين المشوار ده كله علشان تيجي تخافي هنا؟ ممكن تيجي معايا؟ اتفضلي امشي قدامي. ومن الغورية الكوكب حس الجدو بخور، ومن الغورية انا رايح فين، لفت لفة وتاني حضور. لو انت عطيات انا مش هفتح عشان انا مقموص. انا غزال يا عم عبد واحد. تعالي يا غزالة يا بنتي. هي ايه الحكايه يا عم عبد واحد؟ انت اتخانقت مع امي؟ عندك تحت، ما تنزلي تساليها. ما انا من ساعه ما صحيت وهي حابسه نفسها في الاوضه وقافله الباب بالمفتاح. امك اتجننت يا غزال. طب رسيني بس على الحوار. الحوار باين ومش محتاج لف ولا دوران. امك مش عاوزاني بقى مال لحد غير يا غزال. يا عم عبد واحد احنا ستات زي بعض. احنا مين يا بنت؟ لا مش انت، انا قصدي انا وامي ستات نفهم بعض كويس، وانا ابصم بالعشرة دول ان شاء الله يفرمني قطر. امي ما بتحبش حد غيرك. ولما هي بتحبني رايحه تدور على بق ابوكي ليه؟ بق ابويا؟ ايوه يا ستي، الفجأة ضميرها وجعها وعاوزة تسمع من بق أبوك الله يرحمه إنه موافق على جوازنا. يبقى كده الجوازة فشكلت. أبويا الله يرحمه كان كلامه قليل، فما بالك بقى وهو ميت. أمك بتزحلان يا غزال، بس هي لازم تفهم مش أنا اللي أبكي ولا أنا اللي أشكي. أنا عبد الواحد الدقاق، دون جوان الغورية في الأربعينات. اهدى بس يا عم عبد واحد، وانا ليا كلام معاها وان شاء الله الميه ترجع لمجاريها. والله ترجع ما ترجعش بشوقكم بقى غزال، واحنا على اتفاقنا. عايزه مندو اديني عطيات، ولو له شرط يا بنتي اخر نور. يس انا مش مصدقه نفسي. انا بالمستندات دي هعمل تحقيق يكسر الدنيا، هكون اهم صحفيه في الشرق الاوسط. بس يا ريت بقى لما تتشهري ما تنسيش ان احنا وقفنا جنبك. لا طبعا، ده انت ليك الفضل في النجاح اللي انا فيه ده، وانت كمان يا زين. بس ما قلتليش يا زين، هو انت بتشتغلي ايه؟ انا متخصصه. صحيح، هو انت عرفتي سر الهرم؟ لا للاسف. عيب يا بنتي، قلت لك الفرعون اللي صممه كان حويط، ده هو نفسه ممكن يبقاش عارف سره. طب هو انت خريجه عين شمس ولا القاهره؟ لا زين دارسه في بلاد بره. بجد؟ ايوه، اصل انا من كوكب تاني. افندم؟ اصلها يعني من كوكب السودان. اصل خالتي شوقية اتجوزت مهندس سوداني من حوالي 30 سنه كده، ومن ساعتها هي عايشه هناك. ازاي بس انت بيضه قوي. طب وايه يعني؟ لا اصل مش واخده بالك، اصل خالتي شوقية كانت شاهقه كده، بياضها شاهق. دي ابيض دي نيكول كيدمان. مين دي؟ يعني انت عارفه ابو الليف ومش عارفه نيكول كيدمان؟ لكن ما قلتليش يا زين، انت عايزه عصام في ايه؟ في ناس قذره من الكوكب بتاعك وسرقوا السلسله بتاعتي. بالظبط كده، والسلسله دي بقى مهمه جدا. دخلتي شوقية ممكن ما تدخلش زين السودان الا والسلسله في رقبتك. يا زين، عصام اشطر ضابط مباحث في الشرق الاوسط، في ظرف يوم هتكون السلسله في رقبتك. يا ريت يا رشا، ده انت كده تكوني خدمتيني خدمه العمر. عيب يا زين ما تقوليش كده، ده انت خلاص بقيتي واحده مننا. نفسي اعرف انتوا مين اصلا. تحبوا تسمعوا ايه؟ اوكا اورتيجا. انت قلتي لي الكوكب بتاعك اسمه ايه؟ ياما افتحي ياما. عايزه ايه يا غزال؟ ياما انت حابسه نفسك في الاوضه ليه؟ عايزه انام. وايه المناسبه؟ عشان اشوف ابوكي في الحلم ويرسيني بدل ما انا مش عارفه راسي من رجليا. ياما يرسيك على ايه بالظبط؟ عايزه اعرف هو موافق على جوازي من عبده ولا لا. طب افرضي ما جاش في الحلم؟ ومش هيجي ليه بس؟ مش فاضي، عنده ظروف. هتني وراه لحد ما يجي. ليه كده؟ انا ما صدقت مندو يوافق. جوازيكم وموافقه ابوك الله يرحمه كم تاني. هو انا هلاقيها منك ولا من مندو؟ صبرني يا رب. الصوت ده يا مندو.
العربية اتخبطت. في عربية تانية عايزة تخبطنا. يا لهوي لونا. مندو. رايح فين يا عم عبد واحد؟ مندو ما جاش لحد دلوقتي يا غزال. ما ترن عليه في الموبايل. مقفول، ودي حاجة عمره ما عملها. وانت رايح تدور عليه فين؟ حسن الواد كاني يمكن عارف عنه حاجة. طب استنى انا جايه معاك. مندو عايزة ايه من زفت مندو؟ هو احنا مخطوفين؟ لا، بنعمل مساج. ناس رمونا في اوضه ضلمه وربطوا ايدينا ورجلينا. تفتكري ده هيكون ايه؟ طب واحنا عملنا ايه عشان يخطفونا؟ اسألي السافله اللي متلقحه جنبي دي. وانا كنت اعرف منين ان ابو الليف مجرم لدرجه انه يخطفنا؟ ما احنا عمالين نقول لك من الصبح وصوتنا اتنبح. ابو الليف مش خرونج، ده كينج كونج. ابو الليف مش خرونج، ده كينج كونج. لا، والمصيبه بيلعب بينج بونج وايده مربوطه. بس توصل بيه السفلانه انه يخطفنا. بغض النظر عن السفلانه، يا ريتها تيجي لحد الخطف. هو ممكن يعملوا لنا حاجه اكتر من كده؟ انا عايزكم تدعوا ربنا انهم يقتلونا من غير ما يعتدوا عليكم. واضح كده ان ابو الليف ده بيلعب في عداد عمره. انا لو حد لمس شعر مني كوكب الارض ده كله هيتدمر باللي فيه. يا اختي اقعدي على جنب بقى، بلاش وجع دماغ. صدعتينا بالكوكب بتاعك ده. يا رب يا رب يا عصام تقلق عليا. يا سلام، هي دي اقصى احلامك؟ ما هو لو عصام قلق عليا هيحط مناخيره في الموضوع وهيعرف ان انا اتخطفت. ساعتها بس هيطربق الدنيا. يا كاني يا كاني، وراح فين الواد ده؟ اهو مرمي تحت العربيه يا عم عبد واحد. اطلع يا كاني عايزك. خير يا عم عبد واحد؟ عندكش اخبار عن مندو؟ مندو؟ ايه اول مرة تسمع الاسم ده؟ لا، بس انا بحب استغرب. استغرب؟ ماشي. مندو قافل الموبايل ومش عارف اراضيه في ايه. انا اخر مرة شفته الصبح وهو نازل مع بنت خالته. بنت خاله مين؟ ما تفوق يا قني. افوق ازاي بس يا غزال؟ ده انا من ساعة ما شفتها وانا تايه. يا خرابي يا جدعان، دي صاروخ ارض حاجة تخلي الحديد يلين. هو الواد ده دماغه اتلحست ولا ايه يا عم ابو واحد بقى في ايامه الزرقاء؟ هي دماغه ملحوسة من زمان، بس مندو فعلا كان نازل الصبح مع بنت خالته. ومندو طلع له بنت خالة فجأة كده؟ وده وقته يا غزال. وانت قلقان ليه يا عم عبد واحد؟ تلاقيه خدها السيمة اللي ما عملها معايا ولا مرة في حياته. ما تزعليش مني يا غزال، انت كبيرك ياخدك السيرك. مندو المفروض بعد ما يخلص مشواره مع الانسة رشا هيطلع على المديرية. ومين الانسة رشا دي كمان؟ دي زبونة. يا ريتني كنت سوقتك. خليكي ياما نايمة في العسل مستنية ابويا. اهو مندو خلاص وقع في فنتوف بنات. قوم يا كامل وقف له تاكسي. سلامة الشوف، ما التاكسي واقف قدامك. انت مش لسه قبل تصلحه؟ اعتبره اتصلح. يا زين. ايوه يا مندو. اديني ودنك. وعايزه في ايه؟ مش عايز غباوة، قربي ودنك. حاضر. مش انت لما بتزعلي ممكن تعملي حاجات فظيعة؟ ايوه طبعا. طب ما يلا ايه؟ اعملي حاجات فظيعة. بس انا مش زعلان. هي البعيدة قبلة يعني؟ احنا مخطوفين وناقص لنا 10 دقايق ونتقتل. كل ده مش مؤثر معاكي في حاجة؟ ازعلي بقى. طب وانت عايز نعمل ايه يعني؟ يعني زي ما بنشوف كده القنوات الفضائية بتعمل في الافلام. طلعي شعاع من عينيكي اكسري بيه الحيطة. فين ديلك يا زين؟ مخبيها ليه؟ طلعيه ما تتكسفيش. الافلام الاجنبي اللي بتتفرجوا عليها دي انا ما عنديش دليل يا عم. انتوا بتقولوا ايه؟ خليكي في حالك كفايه المصيبه اللي غرزنا فيها بسببك. هش اسكتوا. في ايه يا زين؟ رجاله ابو الليف بيتكلموا بس انا مش سامع حاجه. لا اصل ما هي زين ودانها غير وداننا. اخرسوا بقى. طب ها اسمعي لنا كده بيقولوا ايه؟ لا مش هقدر اقول. ايه خلاص هيقتلونا؟ لا ما تنطقي يا زين. طيب لا انا اتكسف، بيقولوا كلام عيب. يا ستي قولي، ما انت كده ميته. استنوا بيقول لصاحبه انت هتاخد البيضه وانا هاخد السمره وانت محدش هياخدك. لا على فكره انا مش سمره، زين هي اللي بيضه زياده عن اللزوم. هو ده اللي مزعلك؟ هم يا ستي لما يجي ده انا هضربه بالجزمه عشان قال عليكي سمره. استنوا ايه جايين؟ لا بس تقريبا ابو الليف وصل. طب خلاص كده خلصت. يلا نتشاهد. ومن الغورية الكوكب زين دق نحس الجد وبفور. ومن الغورية انا رايح فين؟ لفت لفة وتاني حدود. انا عبد الواحد الدقاق والد مندو. اهلا وسهلا يا حاج، اتفضل استريح. ابنك مندو خلاص بقى واحد مننا. ده شرف لينا يا عصام باشا. خير يا عم عبد واحد؟ يا رب يكون خير.
اصل مندو من ساعة ما خرج الصبح ما رجعش لحد دلوقتي، والموبايل بتاعه مقفول، ودي يعني مش حاجته. يخرب عقلك يا مندو، تلاقيه بيتشقى هنا ولا هنا. مندو مش بتاع الكلام ده يا باشا، وبعدين انا عارف هو مع مين. طب لما انت عارف قلقان ليه يا عم عبد الواحد؟ ما انا اتصلت بالانسه رشا، الموبايل بتاعها مقفول هي كمان. رشا؟ طب ورشا مالها؟ ما هو برضه بيستخدم مشوار للانسه رشا من صباحيه ربنا. ده انا هخرب بيته. وهو سيادتك مش لسه قايل ان مندو واحد منكم؟ ابنك خد رشا فين يا عبد الواحد؟ يا باشا هي اللي خدته مش هو اللي خدها. الو. ايوه خيري بيه، هي رشا فين؟ ايه؟ وبتعمل ايه في العين السخنه ان شاء الله؟ هو انا مش قلت لك تنقلها من قسم التحيات؟ طب لعلمك بقى لو رشا جرى لها حاجه انا هقفل لك الجريده. خير يا عصام بيه؟ وهيجي منين الخير ان شاء الله؟ الهانم رايحه تعمل لي تحقيق عن ابو الليف. ابو الليف كينج كونج؟ ابو الليف ده رجل اعمال مصيبه، ولو شم انها بتعس وراه هيدفنها بالحياه. بقول لك ايه يا عصام بيه، انا لا ليا دعوه بابو الليف ولا ابو سفنجه، انا عاوز ابني. هاتولي ابني، هاتولي ابني يا ناس. ها يا زين، ايه الاخبار بره؟ مش سامع حاجه يا مندو. يمكن مشوا. استنوا في صوت. بس انا مش سامعه حاجه. يا ستي انت حشره نفسك ليه؟ قلتلك دي ودانها مش زي وداننا. ابو الليف شكله هيشمع الفتله. يبقى اكيد اتكشف. ايوه، مباحث الجمارك اتحفظت على الكونتينر بتاعه. مش قلت لك يا مندو انا هكون اشهر صحفيه في مصر؟ طبعا هيتكتب بالبنط العريض شهيده الصحافه تكشف حقيقه ابو الليف. اخرس يا مندو بقى، مش عارفه اسمع حاجه. حاضر اهو. ابو الليف بيقول للرجاله احرقوا المكان. يعني مش هيقتلونا؟ ايوه بس هيحرقونا. اطلع ورا عربيه الشرطه يا كاني. هو احنا رايحين كده فين بربطه المعلم؟ العين السخنه. ياه اخيرا هشوف البحر. يما اصحي يما. حرام عليكي يا غزال، صحتيني ليه؟ ده ابوكي كان يا دوب هيظهر. خلاص يما ملوش لزوم، احنا لا هنعلق الزينه ولا هنتجوز. انت بتخرفي بتقولي ايه يا بت؟ مندو طلع له بنت خاله يما. طب وايه يعني؟ ما هو خرج معاه من صباحيه ربنا وما رجعش لحد دلوقتي، وسالت عم عبد واحد ولقيته بقى داير في الشوارع بيدور عليه. ده حتى الواد قني يما بيقول لي انها صاروخ ارض. يعني ايه؟ مندو راح مننا؟ مندو وابوه يما، ما هو اللي اوله شرط اخره نور. انا مش عارفه اتنفس يا مندو. ثبتي ايدك عشان اعرف افك الحبل. حاضر. بسرعه يا مندو النار هتدخل علينا. الحمد لله الحبل اتفك. يلا زين فكيني بسرعه. حاضر. انا مش عايزه اموت محروقه. يلا يا مندو بسرعه والنبي. هو انت هتنقي؟ يلا يا زين فكي رشا بسرعه وانا هحاول اكسر الباب ده. اشمعنى انت ربطيني جامد؟ عشان انا صحفيه مهمه جدا. يا اختي تلقحي بقى بلا وجع دماغ. تعالوا ساعدوني، مش عارف افتح الباب. حاضر. ما تدوس بنزين يا كاني. الطريق ده قلق يا عم عبد واحد ومترشق رادار. رادار ايه يا واد انت؟ واحنا قدامنا بوكس وورانا بوكس. عموما انا هشد بس الفاتوره عليك يا عمنا. طب بص قدامك وشد. ايوه اسلام، ايه الاخبار عندك؟ اطمن يا عصام بيه، احنا محصلين المكان وطلعنا لحد دلوقتي 3 جثث، وعربيات المطافي وصلت حالا. جثث ومطافي؟ يا رشا اتحرقت يا حبيبتي يا رشا. انا اسفه يا عصام ان انا ما سمعتش كلامك. المهم انت سليمه؟ يعني مفيش اي حته؟ اصل مندو كسر باب الاوضه، خرجنا بقى من المكان قبل ما ينفجر على طول. يعني متاكد؟ بصي انا عايزك تبصي كويس وتشوفي ان كله تمام. ايوه يا حبيبي اطمن. اوعي تفتكري ان الموضوع ده هيعدي بالسهل هانم. يا حبيبي ما انا قلت لك اسفه بقى. لا اسفه ايه؟ اعملي حسابك انت من النهارده هتتحط تحت المراقبه. ايه ده؟ بدل ما تشكرني ان انا كشفت ابو الليف. ابو الليف هرب بره مصر بسبب التحقيق الزفت بتاعك. اتفضلي قدامي. حاضر. يا مندو وانا كاني خد هنا يا. ايه يا عم عبد واحد؟ ابني فين يا كاني؟ مش عارف، وبصيت على الجثث اللي طلعوها ملامحها مش باينه. انت هتفاول على الواد اللي حيلتي؟ انت في داهيه في الفاظك. مش هو اللي هناك ده؟ يا مندو ابويا. الحمد لله على سلامتك يا غالي.
انت عرفت مكاني ازاي؟ هل بالاب يا ابني، والله لو رحت اخر الدنيا هعرف اجيبك. امال فين بنت خالتك يا مندو؟ صحيح، هي زين فين؟ هي كانت معاك؟ امال يعني هتروح فين؟ هي تعرف حد في الكوكب؟ كوكب؟ هي العين السخنة بقت كوكب؟ دور عليها وبلاش غلبة يا زين. انت يا زين ويا سيدي هناك اهي. الحمد لله. قاعد على الرصيف كده ليه يا زين؟ انا تعبانه يا مندو. بقولك ايه يا غزال، مش واجب برضو نطلع نطمن على مندو؟ خايفه ياما. خايفه من ايه يا بيت؟ خايفه البنت خالته دي تطلع صاروخ زي ما الواد كان بيقول، وساعتها هضب سكته. حتى لو حلوه زي ما هو بيقول، ايه المشكله؟ المشكله ان مندو هيلوف عليها. بنت خالته جايه زياره، يعني كلها يومين وهتغور في داهيه، وانتي اللي هتقعدي في قرابيزه. طب افرضي بقى هي اللي قعدت في قرابيزه، ساعتها احنا اللي هنغور في داهيه يا اختي. صباح الخير يا بابا. صباح النور حبيبي، نورت بيتك يا ابني. هي الساعة كام؟ احنا داخلين على العصر كده تقريبا. انا قلت اسيبك تاخد راحتك في النوم بعد علقة امبارح. واي علقة يا بابا؟ ياه، انا جسمي كله مدغدغ. هي زين صحيت عليها قوي، من امبارح ما فتحتش بقها، واول ما رجعنا حبست نفسها في الأوضة. هو اللي انتوا شفتوه يا ابني شوية امبارح ده انتوا ربنا نجاكوا بأعجوبة. ليه حق تتصدم؟ اكيد في الكوكب بتاعها مفيش لا خطف ولا قتل ولا تحرش ولا. ليه يا اخويا ليه بالراحة عليها شوية. هو الكوكب بتاعها ده على راسه ريشة يا ابني. الخير والشر موجودين في كل مكان وفي كل زمان. روح صحيح، خلينا نتغدى. حاضر. انتي بتعيطي يا زين؟ انا عايزه اروح يا مندو. ان شاء الله. حتى لو هتساعدني ليه؟ ساعدك عشان انتي غالية عليا. يعني ايه؟ هنبتدي غباوة بقى. لا بجد، يعني ايه يا غالية؟ هو انتي مرتبطة يا زين؟ طبعا انا مرتبطة بميعاد محدد ارجع فيه، بس الموضوع بهوأ مني خالص. بهوأ؟ افهمي يا جاموسة، انتي بتحب حد في الكوكب بتاعكم؟ في حد انسان بني ادم يعني كوكبي زيك بتحبيه؟ انت قصدك الحب كله حبيته فيك والجو الفاكس بتاعكوا ده؟ ايه يا اختي الجو الفاكس؟ ايوه يا اختي، انا قصدي الجو الفاكس والحب كله حبيته فيك. لا طبعا، احنا ما عندناش حد بيحب حد. ايه الكوكب الناشف بتاعكوا ده؟ امال ابوكي وامك اتجوزوا ايه، عن كره؟ اقول لك يا سيدي، انا مثلا اتولدت بيتعمل لي ملف بيتحدد فيه انا هدرس ايه وهشتغل ايه وهتجوز مين. يعني انت عارفه هتتجوزي مين؟ طبعا هتجوز سين. والحيوان اللي اسمه سين ده عاجبك؟ انا ما شفتوش اصلا، بس لما يجي ميعاد الجواز اكيد هشوفه. قومي يا بت خلينا ندفع التكدهيه فيكي وفي كوكب الحب. يا الكوكب زين دق نحس الجد وبخور، ومن الغورية انا رايح فين، لفت لفه وتاني حضور. عصام ايه في ايه؟ انت بتدوري على عيل تايه؟ ايه اللي جابك؟ انا اتسرقت يا عصام. انت مشاكلك كترت قوي يا رشا، وشكلي كده هعيد النظر في خطوبتنا. اتفضل اقرا. لا ما بحبش القرايه. منزلين تحقيق ابو الليف من غير ما يحطوا اسمي عليه، وانا اللي عرضت نفسي للخطر والموت. اصل انا شديت رئيس التحرير امبارح، تلاقيه يعني يخاف يحط اسمك. طب ممكن لو سمحت يا عصام تخليهم يحطوا اسمي؟ يا حبيبتي انا ممكن اخليهم يحطوا اسمك ويكتبوا لك اعتذار كمان، بس بشرط. اشرط يا حبيبي زي ما انت عايز. تفكك بقى من قسم التحقيقات ده وتتلقحي في قسم الحوادث. لا، قسم الحوادث ده كئيب جدا وانا بحب المغامرات. يا ستي لما تزهقي انا هبقى اخدك الملاهي. ها اتفقنا؟ اتفقنا. صباح الخير يا عم عبد الواحد. اهلا يا ست الكل، تعالي عشان تتغدي. ايه ده؟ علقت ولا ايه؟ يمكن عندها زغطها يا مندو في ظهرها. دي فصلت خالص، شكلها عملت قفله. طب هات حته سلك من المطبخ نعمل لها فرد ارضي. لا يا بابا، دي شكلها فصلت شحن. ايه ده؟ الحمد لله البطاريه اشتغلت. مالك يا زين بتشنجه ليه يا بنتي؟ خليك يا بابا بعيد لو سمحت احسن تتقهر. ممكن اعرف ايه اللي على ترابيزه السفره ده؟ دي فضلة خيرك، فرخه مشويه هتاكلي ايدك وراها. ولو ما بتحبهاش مشويه انا ممكن اسلق لك واحده حالا. هي مبرقه كده ليه يا مندو؟ مش عارف. وبرضه لو حضرتك بتحبيها نيه انا ممكن اكلم الفرارجي يسلخ لك فرخه على السريع دلوقتي. انتوا استحاله تكونوا بني ادمين. انتوا الديل شكله كده هيطلع يا بابا. انا كان قلبي حاسس ان عندها ديل، تصدق؟ انتوا متوحشين، قتلتوا الفرخه وكمان بتشوها. امال يعني هناكلها نيه؟ يا نهار اسود، انتوا كمان هتاكلوها؟
هو ايه الحكايه يا مندو؟ مش عارف يا بابا، مجاز ما بتحبش الفراخ. خلاص بكره اذبح لك بطه. مبسوطه يا بطه؟ بالبساطة دي؟ مين فيكم اللي ذبح الفرخة؟ ما تبصليش، انا كنت نايم. خلاص يا اخويا، انا يا بنتي اللي ذبحتها. وما صعبتش عليك يا عم عبد الواحد؟ وتصعب عليا ليه؟ الفرخه وظيفتها انها تتذبح وتتاكل. انت موافق على الكلام الدموي ده يا مندو؟ امال عايزاني اعمل ايه يعني؟ اخد الفرخه واتمشى بيها على الكورنيش وعازمها على حاجه ساعه؟ دي فرخه يا زين، يعني كل طموحها انها تتذبح وتتاكل. اوعى بابا تكون الفرخه دي كانت عايزه تدخل كليه الطب ولا حاجه وانت تكون ضيعت مستقبلها بالذبح. حد الله يا ابني، دي اخر حاجه قالتها لي قبل ما اذبحها. كاك 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 كاك. طيب كاك كاك، لا طالما قالت كاك كاك يبقى انت براءه. انتوا بتتريقوا عليا؟ طب استهدي بس بالله يا زين، هو انتوا بتطفحوا ايه عندكم في الكوكب؟ احنا ممنوع عندنا اكل الحيوانات. دي فرخه. كل الحيوانات والطيور ممنوع اكلها، دي ارواح. خد الفرخه ارميها في المطبخ يا مندو، ولا اقول لك نيمها في السرير لحد ما ندفنها الصبح. هندفنها كده يا سكتي؟ مش واجب برضو ننزل نعي في العشه ولا حاجه؟ اخرسوا بقى. حاضر حاضر، لما نشوف اخرتها معاكي ايه. حاضر يا زين، هنسكت خالص. المكرونه ظروفها ايه معاكي؟ كويسه شغاله. دي مكرونه بالبشاميل هتعجبك قوي 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 قوي. المكرونه فيها لحمه مفرومه يا بابا. اخرس انت. كنت فين يا ام؟ رحت للحاج فرغلي اشتري منه حته قماش مهير واستقصى عن بنت خالة مندو اللي ظهرت فجأة دي. وقال لك ايه؟ قال لي مفيش ولا واحده من خالات مندو عايشه غير شوقيه. ودي كانت مستخبيه فاني داهيه بقى. دي